السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الزوز الخلبوس اللي دايما كده زنجنا معاه، حبيبي طالب أولى ثانوي، كل سنة وأنتم طيبين ومتجمعين عند سيدنا رسول الله. حبيبي مستعد بكل بساطة لمراجعة إبريل؟ لا هنتزنج لا، وزنجة اللجنة وحشة. اسمع يا قلبي، تعال شوف الخطة عشان الستر وأنا وأنت، بدل ما الناس كلها تتفرج عليه، الشارع كله مستنيك، هتعمل إيه؟ بص يا صاحبي، سمي الله صلى على رسول الله، انا هخش في الموضوع على طول. قلبي انا عامل لك مراجعه لشهر بكل بساطه ابريل، هتفرق معاك تماما. عامل ايه يا ارشدوك؟ اولا بكل بساطه يا عم الناس، انا لامم لك بفضل الله وبكرم الله اللي هم 3 يونتس الاخرانيين. جايب لك يونت 10، يونت 11، يونت 12، وسكه ودغري شرح تفصيلي حبيب قلبي وعلى هادي يا زبادي، وبكل بساطه في مده فيديو يعني مناسبه جدا، وهتلاقيني بكل بساطه اسلوب خفيف وهعدي على القلب بدون استئذان، حاجه كده هتبقى اوف وول. وسكه ودغري حلل لك على كل حاجه مشروحه وشرح تفصيلي، ده فيديو جرامر. طيب هطلع بعد كده حضرتك بكل بساطه بفيديو تاني احلل لك بكل بساطه كل التقييمات يا قلبي، واحلل لك على كل السكيلز اللي موجود عند حضرتك. ده لسه باذنك يا رب وفضلك يا رب بنصور فيه، وان شاء الله هننزله لحضرتك قريبا جدا ونلحق كل المحافظات. كمان يا محترم بفضل الله وبكرم الله هنعمل لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم فيديو للستوري، نلم لك فيها الستوري. بالثلاث فيديوهات دول احنا بكل بساطه يا عم الناس في السيف سايد، وبفضل الله وبكرم الله ان شاء الله ربنا هيكرمك. الفيديو ده فيديو الجرامر، ابدا به الاول عشان تلم الدنيا قبل ما تخش على فيديو الحل او فيديو بكل بساطه الستوري. حبيبي ذاكر وعافر، وان شاء الله امتحان شهر ابريل تجيبه في شوال وتكتفه بحبال. اسيبك؟ يلا بينا ليتس جيت ستارتد على الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلابنا اخواتنا على مستوى الجمهورية، كل سنة وانتم طيبين ومتجمعين عن سيدنا رسول الله ان شاء الله. حبايب قلبي طالع معاكم النهارده عشان نلم مع بعضينا بكل بساطه اشكال المستقبل. يا سلام على اشكال المستقبل. اسمها يا حبايب قلبي بكل بساطه فيوتشر فارمز. فيوتشر فارمز يعني بكل بساطه طرق التعبير عن المستقبل او اشكال المستقبل. من المتعارف به يا حبايب قلبي ان سكه ودغري بكل بساطه عندنا 6 طرق للتعبير عن اشكال المستقبل. ايش هم ال6 طرق دول؟ اول حاجه ممكن استخدم المستقبل البسيط اللي هو فاعل واللي مصدر، او فاعل بكل بساطه شال مصدر، بس خد بالك ان شال بتيجي مع الاي والوي بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل الثاني ان انا استخدم ام واز وار جوينج تو، والشكل الثالث بكل بساطه ان انا استخدم present continuous المضارع المستمر. الرابع ان استخدم بكل بساطه present simple المضارع البسيط. الخامس ان انا استخدم future continuous المستقبل المستمر. دول 5 اشكال مقررين بكل بساطه يا عم الناس على طلبه الصف الاول الثانوي. اما بقى الشكل السادس يا عمنا فهتاخده بكل بساطه في ثانيه ثانوي، وكذلك بكل بساطه في ثالثه ثانوي، اسمه future perfect المستقبل اتى. يعني طلاب اولى ثانوي يا عم الناس هياخدوا 5 اشكال اللي احنا هنشرحهم النهارده. اما اول ما تكبر يا عم الناس تخش بكل بساطه ثانيه ثانوي، تخش ثالثه ثانوي، فحضرتك هتعرف ان هم 6 اشكال. الشكل السادس ده مش هنتك عليه خالص في الفيديو ده، وهنتوكل على الله نشرح المقرر عليك. جاهز؟ Let's get started. بسم الله الرحمن الرحيم. Future forms بكل بساطة أشكال المستقبل. هتشرحيه فيها يا أستاذ وهتتكلم على إيه؟ حبيب قلبي يا غالي يا مسهرني الليالي. بكل بساطة أول شكل علينا أو عندنا فاعل واللي مصدر. فاعل واللي مصدر أيا كان الفاعل ده، he وشي وات، I وي وزي ويو، he وشي وات، I وي وزي ويو، علي محمود، أي فاعل ما عندناش مشكله. طب يا عم المستر هو الشكل ده معلوم ولا مجهول؟ لا، في الاكتف يا قلبي الجمله لو بدات بفاعل تبقى اكتف. طب شكل الباسيف عاوز المجهول بقى، مفعول ويل بي والثالث، مفعول ويل بي والثالث، مفعول well والتصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. سكه ودغري بكل بساطه فاعل واللي مصدر، مفعول well be والثالث، فاعل واللي مصدر، مفعول well be والثالث. ده يا حبايب قلبي بكل بساطه اول شكل. طب مستر احنا بنستخدم الشكل ده في ايه يا مستر؟ 8 حاجات يا قلبي، سكه ودغري لو لقيتهم في السؤال فكر في فاعل واللي مصدر او مفعول well be والثالث. ايش هما؟ ايش تسوي؟ ايش تقصد؟ ايش مصري؟ انا اسف على هذا الافيه. سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم. اول استخدام حاجه اسمها حقائق مستقبليه.
شو عم تقصد؟ حبيب قلبي الحقائق المستقبليه اسمها فيوتشر بكل بساطه، او سكه ودغري فيوتشر فاكتس، حقائق مستقبليه. ودي عم الناس هتلاقيها في السؤال على شكل سن او على شكل عمر. شو عم تقصد؟ يعني سكه ودغري لو لقيت في السؤال فكره العمر او فكره السن، فكر في فاعل واللي مصدر. والمقصود بيها ان دي حقيقه هتحصل في المستقبل، الانسان بكل بساطه ملوش دخل فيها. يعني لما اقول لك علي الاسبوع اللي جاي هيبقى عنده 17 سنه، علي ده لا هيقدر يقدم يوم ولا يأخر يوم، دي حقيقة هتبقى في المستقبل. وفكرة العمر والسن تاخد فاعل واللي مصدر. طب يا أستاذ محمد قلت لي حقائق مستقبلية يعني إيه؟ future facts. طب يا أستاذ محمد وريني سؤال. بص يا قلبي، سكة ودغري واحد مثلا بكل بساطة بيتكلم فبيقول how old are you؟ بيسأل شخص وبيقول له how old are you؟ فرد عليه الشخص الثاني يا عم الناس، وسكة ودغري بكل بساطة قال له إيه؟ نغير بس لون القلم، خليه مثلا اللون الحلو ده. بكل بساطه قال له I نقط بكل بساطه 18 next Monday. انا ايه 18 سنه بكل بساطه عم الناس الاثنين اللي جاي ثواني ارتاحت وريحتها فاحت. استاذنا احنا هنا استاذنا سكه ودغري بكل بساطه لقينا 18 سنه، يعني فكره عمر فكره سن، ما تفكرش ما تهزرش. فاعل واللي مصدر او مفعول will be والثالث اللي هو بكل بساطه future simple، يعني بكل بساطه يا عم الناس المستقبل البسيط. طب تبقى is going to؟ لا. am going to؟ والله يا سيدنا لا am ولا قعد، ما تنفعش. طب will be؟ هي دي. طب am بس؟ لا يا عزيزي ما تنفعش am. وبالمناسبه عزيزي عارف عكس am؟ قعد. يا استاذ انا لسه في بدايه الفيديو، يا استاذ انا ممكن اقفل الفيديو. اقول لك براحتك، لو لقيت حد يشرح احسن من الارشيدكت براحتك بقى، انا هتكلم انا هتخسرنا عشان افيه. ده يا حبيبي بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم اول استخدام اسمه حقائق مستقبليه، بنعرفه في الامتحان من فكره العمر او فكره السن. طيب تعالى بقى نشوف الاستخدام الثاني للمستقبل البسيط اللي هو فاعل واللي مصدر. بسم الله الرحمن الرحيم قال لي حاجه اسمها قرارات سريعه. استاذنا يا استاذنا ارشدوك يا ارشدوك، يعني ايه يا اخويا بعد اذن حضرتك قرارات سريعه؟ وتقصد بها ايه يا مستر؟ قرارات سريعه سم الله صلي على رسول الله وحد الله. قرارات سريعه يعني حاجات بديهيه مش محتاجه تفكير، مش بفكر فيها فتره كبيره. بص كده، الباب بيخبط هروح افتح، انا مزنوق هخش الحمام، ماما بتنادي ايوه ماما ايوه ماما، التليفون بيرن هروح ارد. فحضرتك هنا مش بتحتاج تفكر، مش بتاخد وقت في التفكير، حاجات كده بتفكر فيها بكل بساطه او بتاخدها بسرعه جدا. سكه ودغري دي اسمها كواك ديسيجن. كواك ديسيجن قرار سريع مش محتاج تفكير قوي. فهنا بقى فاعل واللي مصدر مفعول will be والثالث، فاعل واللي مصدر مفعول will be والثالث. طب تعال نشوف سؤال بكل بساطه. the phone is ringing، التليفون بيرن تررن 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 تررن، التليفون بيرن هروح ارد. شايف ده قرار سريع ما فيهوش تفكير، حاجات بديهيه. فحضرتك بكل بساطه I نقط answer at، يبقى I will answer at. انا عاوز will. am going to ما تلزمنيش، am والله لا am ولا قعد. طب بص بقى بكل بساطه ال، شايف دي ال بس مختصره ولا تمام، ودي اسمها will be. will be دي بتعبر عن المجهول. طب حضرتك دي عاوزه بكل بساطه وراها تصريف ثالث، وسكه ودغري يا قلبي هنا مفيش تصريف ثالث، والجمله مش مجهول، انا اللي هرد. فسكه ودغري تبقى هي دي يا عمنا. وخلي بالك ما تتزاولش، سكه ودغري بكل بساطه ده اختصار كلمه well بهذا الشكل. ولو حبيت تنفي well فتبقى بكل بساطه well not، بكل بساطه اختصارها won't اهو في النفي. وهكذا يا قلب المستر، وهكذا يا زلومه المستر، وهكذا يا نن عين المستر. طب يا صاحبي التهديد والتحذير ثالث استخدام. يعني ايه تهديد وتحذير؟ يعني يوم ما اعمل كش ملك للي قدامي استخدم فاعل واللي مصدر، هتعدي حدودك هلغي وجودك. فسكه ودغري يبقى فاعل والمصدر. طب يا استاذ
نعرف ازاي بكل بساطه التحديد والتحذير؟ نعرفه ازاي؟ اقول لحضرتك لازم تلاقي في السؤال كلمه من دول. بسم الله الرحمن الرحيم، سم الله كده، صلي على رسول الله، وحد الله. لازم يا صاحبي تلاقي لي كلمه اسمها or، او تلاقي لي كلمه اسمها otherwise بهذا الشكل. الاثنين دول معناهم والا. يعني ايه؟ تعال نحل السؤال ده بكل بساطه. become يعني كن هادئا. or يا لهوي انا بحذر اهو. I not punish you، انا سوف اعاقبك. فحضرتك انا هنا بحدد اللي قدامي، بحذر اللي قدامي. عيل نوت يا حبايبي بكل بساطه في السنتر، وكل شويه ايه قال ايه عايزين ياخدوا سكه ودغري. الارشدوك مش مركز بكل بساطه يا عم الناس مع الحصه بسببه، فاروح داخله بكل بساطه غشيمه. انت هتقعد ساكت ولا الا اطلعك بره؟ ولا ايه اطلعك بره؟ هتقعد ساكت والا هطردك بره. شايف والا دي؟ or او otherwise. طب يا مستر هنعمل ايه بقى في التهديد والتحذير؟ فاعل واللي مصدر. يبقى تهديد وتحذير اختار فاعل واللي مصدر. فيبقى يا زوز حضرتك لو لمحت or او otherwise سكه ودغري اللي هم معناهم والا، يبقى الجمله تهديد. طب يعني ايه تهديد؟ حاجه اسمها threat بكل بساطه يعني تهديد، وسكه ودغري مع التهديد فاعل واللي مصدر. طب يا استاذ يعني هنعمل ايه؟ become كن هادئا or I will punish you. انا عاوز ولا هنا. am ما تلزمنيش، is ما تنفعنيش، well هي الاجابه الصح عشان الجمله تهديد، و am going to ما تنفعش. يبقى يا صاحبي يا زميلي يا حبيبي يا كفاءه، ادي 3 استخدامات. اول استخدام حقائق مستقبليه بنعرفها في الامتحان من فكره العمر والسن. تاني استخدام بسم الله الرحمن الرحيم، قرارات سريعه، قرارات بديهيه مش محتاجه تفكير، الباب بيخبط هروح افتح على طول. ثالث استخدام حاجه اسمها التهديد والتحذير بنعرفها من كلمه or، بنعرفها من كلمه otherwise، فساعتها بنفكر فاعل واللي مصدر. طيب الاستخدام الرابع يا عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم، سم الله كده، صلي على رسول الله. بيقول لي مع الروابط الزمنيه، قلب المستر، زلمت المستر، نن عين المستر. بص يا صاحبي احفظها من اخوك. الروابط الزمنيه يعني ايه؟ روابط زمنيه يعني before، as soon as، after، when، till، until، while. الحاجات دي كلها اسمها روابط زمنيه. طب بنربط بيها ازاي؟ احفظها كده من اخوك الله يكرمك يا رب. اربط ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي، ارميها على جنب. المضارع بيتربط بمضارع او مستقبل. المضارع بيجي مع مضارع، زمن مضارع زيه او زمن مستقبل. فهنا يا صديقي بكل بساطه لو عندك after، before، as soon as، when، اي رابط حضرتك ممكن تجيب لي المضارع البسيط. ايش هو المضارع البسيط؟ اللي هو فعل اخره s es i es مع فاعل مفرد، او فعل بكل بساطه مصدر مع فاعل جمع. او ممكن تجيب لي مضارع تام، يا مضارع بسيط يا مضارع تام، اللي هي have او has والثالث والدي، have او has والثالث الدي، have او has والتصريف الثالث والدي. يبقى مضارع بسيط او مضارع تام، الناحيه الثانيه فاعل واللي مصدر. يا لهوي فاعل واللي مصدر يا كسري حبيب قلبي، دي مهمه جدا. رابط مضارع بسيط او مضارع تام، الناحيه الثانيه الجمله البعيده اخر الجمله فاعل واللي مصدر. طب يا استاذ لو الرابط في النص حبيب قلبي سكه ودغري، يبقى فاعل واللي مصدر الاول، وبعد كده الرابط، وبعد كده المضارع البسيط او المضارع التام. دايما الجمله اللي ورا الرابط بتبقى لازقه فيه. انت جاي في الاول انا وراك، انت جاي في النص انا في قفاك، مش هسيبك يا صبحي، مش هسيبك. فيبقى رابط مضارع بسيط او مضارع تام، الناحيه الثانيه فاعل واللي مصدر. قلب المستر مع حالة اف الاولى، ولا فاكر حالات اف؟ ولا حالات اف مضارع بسيط دي الصفرية، اف مضارع بسيط فاعل واللي مصدر دي الاولى، اف ماضي بسيط فاعل وض مصدر دي الثانية، اف ماضي تام فاعل وض هاف والثالث دي الثالثة. انا عاوز الاربعة، انا عاوز وحدة بس اللي هي الاولى، اف مضارع بسيط
فاعل واللي مصدر. تعال نكتبها اهي بكل بساطه، هتبقى كده اف وادي هنا مضارع بسيط اليفه. هو ايه المضارع البسيط؟ لو انت عندك بكل بساطه فاعل مفرد حط له اس اي اس اي اي اس للفعل، او بكل بساطه لو عندك فاعل جمع فالفعل بيجي مصدر بدون اضافات. سكه ودغري الناحيه الثانيه فاعل واللي مصدر ودي فاعل واللي مصدر ادي فاعل واللي مصدر. يا سلام يا سلام يا سلام على احلى كلام. دي حاله اف الاولى فبنستخدم فيها فاعل واللي مصدر. طب يا صاحبي مع الوعد والعرض والطلب شو عم تقصد؟ الوعد يا زوز بكل بساطه بنعرفه من كلمه اسمها promise. وعلى فكره يا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم تعال اقول لك حاجه على promise دي. بص على جنب كده، شايف promise دي؟ promise مالها يا استاذ؟ بيجي وراها حاجتين يا قلب المستر، يا اما تجيب وراها تو والمصدر عادي خالص لان هي من الافعال اللي بيجي وراها تو والمصدر، يا اما تجيب وراها يا عم الناس بص كده فاعل والمصدر فاعل والمصدر فاعل والمصدر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم سكه ودغري لو كانت promised يعني كانت في زمن الماضي promised يبقى سكه ودغري يا صاحبي بدل ما تجيب لي فاعل واللي مصدر تبقى يا حبيب قلبي هنا فاعل وادي بكل بساطه وض الماضي من ويل وادي بكل بساطه المصدر. فتاخد بالك من فعل promise بيجي وراه تو المصدر وبيجي وراه فاعل واللي مصدر. طب كان في الماضي يبقى فاعل وض مصدر وينفع برضه تو المصدر مفيش مشكله. طب يا مستر انا عرفت الوعد لازم الاقي فعل اسمه promise. طب العرض يا استاذ يعني ايه العرض؟ العرض يا صاحبي اول ما اقول لك مثلا مثال، ماشي انت مثلا في الشارع عادي خالص شفت ست كبيره، الست الكبيره دي معاها شنطه تقيله فهتقول لها كده بص يا صاحبي it's very it's very heavy يعني انها ثقيله جدا، الشنطه دي تقيله خالص فهتعرض عليها بكل بساطه عن الناس المساعده I will help you انا هساعدك وتاخدها وتطير. فحضرتك هنا بكل بساطه اسمها العرض، فهو المعرض حاجه على حد بستخدم فاعل واللي مصدر زي الجمله دي. طب يا استاذ هو ايه الطلب يا استاذ؟ الطلب ان انت حضرتك تطلب حاجه من حد على شكل سؤال. يعني انا مثلا قاعد في المحاضره فبقول للواد اللي جنب الباب هقول له كده بص كده حبيب قلبي well بص على شكل سؤال will you open the door ممكن تفتح الباب بدل ما اقول له open the door وامر كده ممكن اعملها باسلوب مهذب يعني بكل بساطه حاجه كده فيها احترام شويه will you open the door ممكن تفتح الباب ممكن من فضلك بليز وهكذا يا صبحي. يبقى الوعد والعرض والطلب. طب ماشي يا استاذ حاجه تانية يا ارشدوك صاحبي التنبؤ بدون دليل ودي اسمها برودكشن يعني التنبؤ بس التنبؤ بتاعك ما يكونش فيه دليل. ازاي؟ اعتقد ان علي هينجح. طب فين الدليل؟ طب هو بيذاكر؟ طب هو بيداح؟ طب هو بياخد عند الارشدوك؟ لا. فيبقى سكه ودغري فاعل واللي مصدر ده تنبؤ بدون دليل. اعتقد انها ستمطر. طب يا قلبي انت شايف سحاب؟ طب يا قلبي انت سمعت النشره؟ طب يا حب حد قال لك ولا الدموع؟ فيبقى يوم ما تتنبأ بحاجه ان ممكن تحصل ومعكش لها دليل معكش لها برهان معكش لها اثبات فاعل واللي مصدر. فسكه ودغري ممكن نكتب مثال ونقول كده حبيب قلبي بص كده بابا I think انا اعتقد علي ماله well سوف will pass علي will pass the exam اعتقد ان علي هينجح في الامتحان. طب قال لك علي study hard بيذاكر بجد ولا الدموع؟ التنبؤ بدون وجود دليل يبقى فاعل واللي مصدر. بعد شويه هناخد التنبؤ بدليل هيبقى بكل بساطه ام is are going to والمصدر يبقى تنبؤ بدون دليل ما عنديش دليل يبقى فاعل واللي مصدر. طب تنبؤ بدليل going to. طيب قال لي مع الصفات الشخصيه حبايب قلبي ما تعتبرش بكل بساطه دليل فحضرتك هنا سكه ودغري هنستخدم برضو فاعل واللي مصدر. طب يعني ايه صفه شخصيه؟ اعتقد ان علي شجاع هيعدي الموقف ده. الشجاعه صفه شخصيه. اعتقد ان علي ذكي هينجح في الامتحان. الذكاء صفه شخصيه.
اعتقد ان منى غبيه، هي مش هتعرف تتصرف. يبقى سكه ودغري الغباء صفه شخصيه. فمع الصفات الشخصيه او الصفات الدائمه استخدم فاعل واللي مصدر. فاول ما اقول لحضرتك مثال بسيط مثلا بكل بساطه، علي، ماله علي مثلا is brave، علي ده شجاع. ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. he بكل بساطه well he will pass، هو سوف يعدي. ذا بكل بساطه يا عم الناس dangerous situation، هيعدي من الموقف الخطر ده، هيعدي بكل بساطه من الموقف الخطير ده. فحضرتك انا هنا استخدمت ايه؟ بكل بساطه فاعل واللي مصدر. اشمعنى؟ عشان دي صفه شخصيه. فحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم مع الصفات الشخصيه، الذكاء، الغباء، بكل بساطه المهاره، سكه ودغري يا عم الناس، الشجاعه، الخوف، الجبن، اي حاجه بتصف الشخصيه صفه شخصيه، فاعل واللي مصدر. فاعل واللي مصدر. دول يا صاحبي الثمان استخدامات اقولهم لك على السخان. بسم الله الرحمن الرحيم. من الارشيدوك محمد هريدي الى كل طلاب جمهوريه مصر العربيه، آن الاوان ان حضرتك تعرف استخدامات والمصدر. ايش هم؟ رقم واحد، القرارات السريعه. اول ما تفكر في قرار وسكه ودغري بكل بساطه بديهي وبكل بساطه مش تاخد وقت في التفكير، فاعل واللي مصدر. الحقائق المستقبليه الا وهي فكره السن والعمر، حبيبي تهديد وتحذير، حبيبي مع الروابط الزمنيه، حبيبي مع حاله اف الثانيه، حبيبي بكل بساطه مع العرض والطلب والوعد، حبيبي بكل بساطه يا عم الناس مع التنبؤ بدون دليل، حبيب قلبي يا غالي يا مسهرني الليالي، مع الصفات الشخصيه. دي كل استخدامات فاعل واللي مصدر. طيب حته بقى ملحوظه كلبوظه لازم تبقى عارفها. ملحوظه ايش هي؟ ايش تسوي؟ ايش تقول؟ ايش بلدي؟ يا استاذ هقفل الفيديو. يا استاذ ما تنكشنيش يا استاذ، بدل ما تتلغي الماده وتقعد في البيت. استاذ محمد حافظ على مادتك. حاضر يا زوز، انا لازم اتغير ومن النهارده هكون انسان جديد. من النهارده مفيش قلش، انا القلش. خلاص من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. ما علينا. منصور الحفني. طيب سكه ودغري، ايش الملحوظه؟ خلينا في المهم. خلاص انا اسف عزيزي، ما تقفش من زي بعض. ايه الملحوظه؟ اللي ممكن بكل بساطه نستخدم بكل بساطه حاجه اسمها شال بدلا من well. امتى الكلام ده؟ قال حبيب قلبي شل بكل بساطه بتيجي بس مع ضميرين، الاي والوي بس. يعني يا استاذ ما تجيش مع هي، لا، شي، لا. سكه ودغري ازاي؟ ما عندناش. سكه ودغري نستخدم شال بدلا من ويل، وذلك مع الضمائر ايش الاي والوي فقط. اصلا يا حبايب قلبي اصلا شل دي كانت بكل بساطه انجليزيه قديمه، يعني من زمان خالص يا حبايب قلبي. ويل هي الحديثه اللي بتستخدم مع الكل، فتاخد بالك برضو من الحته دي، كان لازم برضو نقولها. طيب الشكل الثاني من اشكال المستقبل يا زوز، قال لي فاعل ام از ار جوينج تو والمصدر، فاعل ام از ار جوينج تو والمصدر، فاعل ام از ار جوينج تو والمصدر. المجهول يا صاحبي مفعول ام از ار جوينج تو بي والثالث، مفعول ام از ار جوينج تو بي والثالث. بص يا صاحبي حطها في دماغك، حطها كده في دماغك. المصدر المجهول منه بي والثالث، اي حاجه بيجي وراها مصدر المجهول بتاعها بي والثالث. يعني مثلا well، مثلا كان، مثلا must، مثلا may، كلهم وراهم مصدر. طب حطهم في المجهول، المجهول بتاعهم بي والثالث. حضرتك كدي جوينج تو وراها مصدر اهو، بص كده. طب المجهول بتاعها يبقى هي جوينج تو بس يبقى وراها بي والثالث، بي والتصريف الثالث. طب يا استاذ ده الشكل الكام؟ فضلة خيرك يا صاحبي، ده الشكل الثاني. عاملينه ليه يا استاذ؟ رقم واحد بكل بساطه يا عم الناس التنبؤ بدليل. هنا انا بتوقع حاجه، بتنبأ بحاجه هتحصل في المستقبل بس معاه دليل، بس في السؤال برهان، بس بالصلاه على النبي عندي الاثبات. شو عم تقصد؟ اعتقد انها ستمطر، يوجد كثير من السحاب، يبقى جوينج تو. خلي بالك بدري، ويل تنبؤ بدون دليل. اعتقد انها ستمطر وانا هكون مبسوط. طب حبيبي فين الدليل؟ ولا الدموع، فهنا تبقى ويل. تنبؤ بدليل جوينج تو، تنبؤ بدون دليل well. تنبؤ بدليل جوينج تو، تنبؤ بدون دليل well.
هيدا هو. طب يا سيدنا، يا أستاذنا، يا عسلية، ما تديني مثال. يلا تعال ناخد مثال. I think، أنا أعتقد at نقط rain هي إيه تمطر. There are a lot of clouds. clouds دي معناها سحاب. وبالمناسبة عزيزي عاوز أنكشك كده نكشة. بيقول لك عزيزي مرة سحابة قابلت سحابة فقالت لها خلينا سحاب. زي الزفت أقسم بالله. والله يا استاذ محمد نكته زي الزفت وقالش زي الزفت. شكرا عزيزي، كلك ذوق، ما شاء الله ما شاء الله. طيب تعالى بقى بكل بساطه يا عم الناس. I think it not rain there are a lot of clouds. حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، هنا فيه دليل، يوجد بكل بساطه evidence يعني دليل. فحضرتك تنبؤ بدليل دور لي على going to، واللي دي ما تلزمنيش. am going to لا، هي الام ما تاخدش الات فدي بره الليله. as لا يا صاحبي، يبقى is going to ارتاحت وريحتها فاحت. طب بص المثال اللي تحتيها عشان تفهم بس الفرق ما بين will و going to في التنبؤ. I think it not rain. اعتقد ايه؟ انها تمطر. قلبي في عندك دليل ولا الدموع؟ يعني ايه؟ يعني ده تنبؤ بدون دليل. ايش تسوي؟ ايش تقول؟ ايش تحكي؟ اقول لك يا صاحبي تنبؤ بدون دليل فاعل ولا مصدر. يلا بقى واللي معاك اعمله. يبقى واللي بكل بساطه يا عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم هي الاجابه. ادي فاعل وادي وادي المصدر. طب جوينج تو عاوزه دليل. طب الاز ما يجيش وراها مصدر كده، دايما فيرب تو بي وراه يا اي ان جي يا تصريف ثالث. طب از جوينج تو لا يا حبيبي، لا يا قلبي، لا يا حبي، ده تنبؤ بدليل دي. طيب يمشي الحال. تعال بقى شوف الاستخدام الثاني. قال لي مع النية والقرار والخطة. وعلى فكرة حبايبي النية والقرار والخطة لازم في كلمات معينة في السؤال، لو لقيتها تبقى ام و از و ار جوينج تو والمصدر. ام و از و ار جوينج تو والمصدر. ايش هي هذه الكلمات؟ ايش هي؟ قال لي بكل بساطه كلمه اسمها intent يعني ينوي، intention يعني النيه، بلان يعني خطه، وممكن تستخدم كفعل بمعنى يخطط. طيب decide معناها يقرر بكل بساطه decision معناها قرار، make a decision يعني ياخذ قرار. طيب made up mind معناها برضو عم الناس يقرر. صاحبي يا صاحبي ده انت اللي لوحدك شبهي. اعتبرهم كلمات دالة، لو لقيتهم في السؤال am is are going to والمصدر. am is are going to والمصدر. am is are going to والمصدر. بس المح واحدة فيهم، بس شم واحدة فيهم، ساعتها ما تفكرش ما تهزرش. am is are going to والمصدر. طب برضه يا صاحبي حتة كده ايه تاخدها بصمجة كده. أشواق قال أشياء على وشك الحدوث. شو عم تقصد؟ شو عم بتسوي؟ شو عم بتقول؟ حبيب قلبي أشياء على وشك الحدوث يعني حاجات خلاص راح تحصل. فمعلش تخيل معايا المشهد بكل بساطة، ماشي في الشارع وأدهم صاحبك ماشي عامل زي الحزلقوم، ماشي عامل زي حزلقوم وسكة ودغري عيل جاي بتوك توك يا صاحبي أو عربية جاية بكل بساطة بسرعتها كلها. فأنت على طول أدهم يا أدهم watch out the car is going to hit you. يعني يا أدهم الحق العربية هتخبطك. طب معلش أنا هنا استخدمت going to ليه؟ عشان الحاجة على وشك الحدوث. عرفتها منين؟ هو أنا في الامتحان هيجيب لي عربية ويقول لي خبطتني ولا لأ؟ لا يا زوز، لا يا ظريف، لا يا لطيف. القلب هتلاقي كلمة اسمها watch out احترس، look out انظر، be careful خد بالك يا أدهم خد بالك. be about to حاجة على وشك الحدوث. خلي بالك البي دي هتتصرف تبقى am و is و are أو was و were يعني verb to be، وبعدها about to. تشوف واحدة من دول صرخ في اللجنة عطياء وقول لي هاتولي going to. فين going to؟ يا لهوي عاوزة going to. فسكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم. دول لو شفتهم جوينج تو يبقى دول سهلين. بص وكذلك دول سهلين، تلمح بس واحده منهم، كلمه تدل على نيه او قرار او خطه، وكلمه تدل على حاجه راح تحصل على وشك الحدوث، يبقى ده جوينج تو. طيب الاستخدام الرابع والاخير قال لي مع الصفات المؤقته. يعني ايه؟ يعني حاجه مش هتستمر معاك للابد. معلش واحد تعبان، هل التعب ده هيستمر مدى الحياه؟ يعني معلش انا اشتغلت النهارده الحصه فتعبت شويه
فخلاص بكره هريح مش هنزل شغل هبقى كويس. فحضرتك دي تبقى صفه مؤقته. طيب واحد سعيد دلوقتي، هل السعاده دي هتستمر؟ لا يا ولدي، الدنيا يوم كده ويوم كده، حبه فوق وحبه تحت، سكه ودغري، مره سعاده ومره منيله في 60 نيله. فسكه ودغري حبيب قلبي اللي هي الصفات المؤقته، الحاجات اللي مش مستمره بتاخد جوينج تو. طب الصفات الشخصيه بدري كانت بتاخد فاعل واللي مصدر. طب يا استاذ اعرف ازاي ان الصفه مؤقته؟ تلمح كلمه اسمها tired، تعبان، exhausted، منهك يا استاذ، overwhelmed، يعني بكل بساطه تعبان قوي يا استاذ، انا تعبان يا استاذ، محدش حاسس بيا. سكه ودغري happy، sad، السعاده والحزن مش مستمرين. طب تعال بص الاسئله تجيلك ازاي. علي is tired صفه مؤقته. طب صفه مؤقته تبقى ايه؟ يبقى am و is و are going to والمصدر. فعل هادي يا زبادي. حضرتك بقى بكل بساطه will تبقى بره الليله. am going to، لا والله انا عندي هنا هي، فهي دي ما بتاخدش am خالص. طيب is going to، هي دي الاجابه، واز الاخيره دي بره الليله. طيب السؤال الثاني، علي is clever. clever دي بكل بساطه عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم صفه شخصيه، صفه شخصيه. فالصفات الشخصيه بستخدم معاها فاعل واللي مصدر، فاعل واللي مصدر، ماهر، ذكي، بكل بساطه عم الناس شجاع، جبان، غبي، الحاجات دي كلها. طيب فهنا هتبقى ويل طبعا عشان عندي هنا هي وعندي هنا باس، فسكه ودغري دي بره الليله ودي بره الليله ودي بره الليله. يبقى يا صديقي الصدوق بسم الله الرحمن الرحيم، سكه ودغري استخدامات جوينج تو. اول حاجه التنبؤ مع وجود دليل. تاني حاجة النية والقرار والخطة، ولازم تبقى فيه كلمات تدل على النية والقرار والخطة، زي plan، زي decide، زي decision، زي make up mind، وزي بكل بساطة intend و intention. طب حبيب قلبي أشياء على وشك الحدوث زي watch out، ألاقيها في الجملة look out، be careful، بكل بساطة be about to. وكذلك آخر حاجة الصفات بكل بساطة المؤقتة زي تعبان، مرهق، سعيد، حزين، الحاجات دي كلها. طيب تعالى يا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم نتوكل على الله ونشوف بكل بساطة الشكل الثالث. الشكل الثالث هو بكل بساطة عم الناس present continuous. بكل بساطة ماله بقى البريزنت كونتينوس؟ المضارع المستمر. هو ايه المضارع المستمر؟ امو ازو ار والفيرب مضاف له اي ان جي، امو ازو ار والفيرب مضاف له اي ان جي، امو ازو ار والفيرب مضاف له اي ان جي. المجهول بتاعه مفعول امو ازو ار بينج والتالت، مفعول امو ازو ار بينج والتالت. طب يا استاذ عاملينه ليه بقى؟ بص يا حبيبي عشان حاجتين. اول حاجه الاعدادات والترتيبات المستقبليه، وحضرتك هنا لازم تلاقي في الجمله كلمه اسمها arrange يعني يرتب بهذا الشكل. طب arrangement ترتيب بهذا الشكل. prepare يعني يعد، preparation يعني اعدادات. ومثلا كلمه زي book a ticket، book هنا مش معناها كتاب، معناها يحجز. فانا لو لقيت كلمه من دول مش هفكر فيه غير امو ازو ار والفيرب مضاف له اي ان جي، امو ازو ار والفيرب مضاف له اي ان جي، او مفعول امو ازو ار بينج والتالت، مفعول امو ازو ار بينج والتالت اللي هو المعلوم والمجهول. برضه حبيب قلبي مع الاجتماعات والمناسبات واللقاءات الرسميه. طب زي ايه؟ كلمه اسمها ويدنج، المعها بس في السؤال. ويدنج دي معناها حفل زفاف، وسكه ودغري حفل زفاف يبقى لازم له ترتيبات. البس الحته الزفره واروح ادعي الناس، عقبال عندك يا عم عبد الصبور بكره فرح اخويا، عقبال عندك يا خاله تفيده بكره بكل بساطه حنه اختي. مفيش حفل زفاف من غير اعدادات. فحضرتك هنا لازم تستخدم امو ازو ار والفيرب مضاف له اي ان جي، امو ازو ار والفيرب مضاف له اي ان جي. طب حضرتك بكل بساطه بارتي يعني حفله. بذمتك في حفله من غير اعدادات؟ مش لازم ننظف الصلاه، مش لازم نجيب شويه جاتوه، مش لازم بكل بساطه ندعي الناس، مش لازم يا عمنا نفضي يوم ونحدد مناسبه. طب ميتنج يعني اجتماع. بذمتك في اجتماع من غير تعديدات او بكل بساطه ترتيبات واعدادات؟ لازم احدد اليوم واتصل بالناس وسكه ودغري اعد خطه واقول مقترح، كل هذه اعدادات وترتيبات. جات ماريد يعني يتزوج. هو في حد بيتزوج ولا من غير ما يعد للموضوع؟ لازم اظبط الشقه ولازم ادعي الناس ولازم احبب قلبي بكل بساطه يعني اصرف مصاريف بالعبيط وهكذا.
فدي استخدامات الشكل بكل بساطه اللي هو الثالث. الشكل الرابع محترم اللي بكل بساطه present simple اللي هو المضارع البسيط. هو ايه المضارع البسيط ده؟ حبيبي ده عباره لو الفاعل مفرد هي وشي وات واسم مفرد حط للفعل اس اي اس اي اي اس، او لو كان الفاعل جمع اللي هي وي ويو وذاي وكذلك بكل بساطه اي واسم جمع، فحضرتك هات لنا الفعل مصدر بدون اضافات. طب يا مستر المضارع البسيط ده عاملينه ليه؟ حاجه واحده، سكه ودغري بيعبر عن المستقبل في حاجه واحده، جداول مواعيد ثابته. جدول مواعيد بكل بساطه بتاع قطار، بتاع طياره، بتاع حصه، بتاع مباراه، بتاع فيلم. حضرتك سكه ودغري بس تلمح بس جدول مواعيد في السؤال، يبقى مضارع بسيط فعل اخره اس اي اس اي اي اس مع المفرد وفعل مصدر مع الجمع. فحضرتك كده بكل بساطه بص السؤال يجي لك ازاي؟ ذا ترين اللي هو بكل بساطه القطار نقط at 7 am tomorrow. في طالب يتزاول يقول لك بس لقيت كلمه تومورو ارتاحت وريحتها فاحت ويل ليف سوف يغادر، خدت خازوق مغري. اشمعزه يا قلبي؟ ده هنا بيتكلم عن ميعاد، يعني قطار، ميعاد ثابت، ميعاد قطار، جدول مواعيد ثابته، يبقى مضارع بسيط فعل اخره اس او فعل مصدر. طب يا استاذ جوينج تو ما تنفعنيش، فعل مصدر ده مضارع بسيط، فعل اخره اس مضارع بسيط. امتى مصدر؟ قال لي فاعل جمع. يعني ايه فاعل جمع؟ يعني وي، يعني بكل بساطه يو، يعني بكل بساطه ازاي، يعني بكل بساطه اي، يعني اسم جمع. طب وامتى اخره اس؟ قال لي فاعل 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 مفرد. امتى المفرد؟ مع الهي، مع الشي، مع الات، مع اسم مفرد وهكذا. طب اطلع بص كده حبيبي، لقيت ذا ترين، الترين ده اسم مفرد هعوض عنه بالات كده، فسكه ودغري تبقى leaves بهذا الشكل. ده المضارع البسيط واستخدامه جدول مواعيد ثابته في التعبير عن المستقبل. اخر شكل يا عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم حاجه اسمها المستقبل المستمر. فاعل will be والفيرب مضاف له ing، فاعل will be والفيرب مضاف له ing، فاعل will be والفيرب مضاف له ing. استاذ محمد هم عاملين ليه الشكل ده؟ بص الشكل ده حضرتك سكه ودغري يعني ممكن ما يجيلكش عشان اكون بس معاك صريح، بس احنا لازم نشرحه. طب يا استاذ محمد عاملينه ليه؟ قال لي اول حاجه بيعبر عن حدث هيستمر فتره في المستقبل، ودي تحفظها من اخوك، هتعرفها من حدد في المستقبل. ازاي؟ يعني اول ما اقول لحضرتك مثلا بكره الساعه 10 انا هكون هلعب كره قدم. طب بص يا حبيبي الموضوع في المستقبل بس محدد لك فتره اللي هي الساعه 10، فهنا حدد اللي هو بكره، حدد تاني الساعه 10، حدد في المستقبل، يبقى يا صاحبي بكل بساطه مستقبل مستمر. بكره من الساعه 10 للساعه 12 مستقبل مستمر. بكره في الصبح مستقبل مستمر. بكره بعد الظهر مستقبل مستمر. فحضرتك فاعل will be والفيرب مضاف له ing. تعال نشوف السؤال بكل بساطه. I نقط فوتبول، انا ايه كره القدم؟ بص كده tomorrow ادي حدد، at 10 وادي حدد تاني، والحوار في المستقبل. حدد في المستقبل فاعل will be والفيرب مضاف له ing، فاعل will be والفيرب مضاف له ing. يعني ايه؟ والبلاي دي ما تنفعش. I'm going to play ما تنفعش. play بكل بساطه وحدها ما تنفعش، يبقى will be playing بكل بساطه. هي دي الاستخدام الثاني للتعبير عن شيء سيكون سائد ومتعارف عليه في المستقبل. يعني حاجه حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم هتكون منتشره وانا وانت هنعرف ان هي بكل بساطه عم الناس هتكون سائده. يعني ايه يا استاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم خلال 10 سنين سكه ودغري السيارات الكهربائيه دي هتنتشر. طب ما دي حاجه بكل بساطه معروفه، اذا كان هي دلوقتي ومنتشره ففي المستقبل هتنتشر اكتر. طيب تعال بص على المثال ده بكل بساطه ان 10 years time، يعني سكه ودغري دي معناها في خلال 10 سنوات، في وقت مقداره 10 سنوات. ايه اللي هيحصل؟ more people كثير من الناس بص كده will be living سوف تكون عايشه will be living in new cities، يعني بكل بساطه في مدن جديده. حبيب قلبي الناس بتكتر، والناس اول ما هتكتر لازم نبني مدن جديده، في خلال 10 سنين الجايين في مدن كتير هتتبني، فحضرتك هنا مستقبل مستمر. طيب الاستخدام الثالث قال لي سكه ودغري طلب مهذب. يعني ايه طلب مهذب؟ ده حبايبي بيبقى على شكل سؤال. ده حبيب قلبي اول ما تتكلم في اللغه العاميه، اول ما اقول لحضرتك كده هو انت بكره
هتاخد الشنطه بتاعتك؟ انا كده بطلب منك ازاي؟ مستنيك تقول لي لا، اقول لك طب انا محتاجها. فاهمها انت؟ طب مثال تاني، هو انت بكره القميص الازرق بتاعك هتلبسه؟ لا، طب انا عاوزه. فاهم انت؟ فده اسمه طلب مهذب. طب دي تبقى ازاي؟ على شكل سؤال. بص كده، will you be using، هو انت هتستخدم your camera، الكاميرا بتاعتك tomorrow؟ فهنا تستخدم مستقبل مستمر لانه طلب مهذب، وبنعرفه انه يكون على شكل سؤال. ادي حبيب قلبي بكل بساطه علامه الاستفهام، وادي يا قلبي بكل بساطه سؤال كانه سؤال بهل، فاسمه الطلب مهذب. طيب اخر ملحوظه بقى نختم بها حصتنا اللذيذه دي يا عم الناس، قال لي خد بالك ان في كلمه اسمها ماي دي معناها بكل بساطه ربما. ممكن نستخدمها مكان ويل. طب امتى؟ لو في حاجه هتحصل في المستقبل في فتره زمنيه بس انا مش متاكد قوي، بس انا مش مالي ايدي قوي. يعني ايه؟ يعني سكه ودغري بكل بساطه يا عم الناس. تعال بص المثال ده. when علي is 20، اول ما يكون علي عنده 20 سنه، هو لسه ما عندوش 20 سنه. he not medicine at university، هو ايه الطب في الجامعه؟ عاوز اقول ممكن يدرس الطب في الجامعه، ربما يدرس الطب في الجامعه. طب انا متاكد انه هيخش طب؟ لا. طب انا مالي ايدي؟ لا. فحضرتك هنا ممكن تستخدم ماي بدلا من ويل. طب قاعدتها ايه ماي؟ هتبقى فاعل ماي بي والفيرب مضاف له اي ان جي. فاعل ماي بي والفيرب مضاف له اي ان جي. طب دي التعبير ده بيعبر عن ايه؟ حاجات ربما تحدث في المستقبل بس انا مش مالي ايدي وبكل بساطه مش متاكد. طب تعالى بص كده، is going to study؟ لا. am studying؟ لا. may be studying؟ هي كانت في الاصل will be studying بس انا هنا مش متاكد فمش هستخدم will، هستخدم may مكانها. وحضرتك بكل بساطه study دي ما تنفعش. ده يا صديقي بسم الله الرحمن الرحيم سكه ودغري بكل بساطه اشكال المستقبل اللي موجوده عند حضرتك في منهج اولى ثانوي، وسكه ودغري ابسط شرح ليها. حبيبي طالب المنصه، هينزل لحضرتك بفضل الله كل الاسئله بكل بساطه الموجوده في المذكره، بس بعد ما تذاكر الجرامر وتحلهم بيدك هطلع بكل بساطه يا عم الناس في فيديو واحلل لك كل الاسئله. طالب اليوتيوب الغالي، ادي الفيديو وكل حاجه شرحناها عليها مثال، وربنا ينفعك بما فيها. حبيبي ذاكر وعافر وجاهد، احنا معاك وياك ومهما كان مستواك هنقف معاك، بس ما تبخلش علينا ان انت تشير وتدعي لنا دعوه حلوه. روح ربنا ينفعك بما فيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا اخواتنا طلابنا، كل سنة وانتم طيبين ومتجمعين عن سيدنا رسول الله ان شاء الله. طالع معاكم النهارده حبايب قلبي عشان نتكلم على موضوع مهم جدا، الا وهو الدايركت واندايركت، وممكن تنطقها نطق تاني بكل بساطة يا عم الناس امريكان، دايركت اند اندايركت. استاذ محمد انت هتحكي عن ايه يا استاذ محمد؟ ويعني ايه دايركت واندايركت، دايركت واندايركت؟ هتكلم معاك يا زوز النهارده على حاجه اسمها المباشر وغير المباشر، وسكه ودغري يا زوز بكل بساطه بفضل الله وبكرم الله الفيديو ده هيفهمك كل تفصيله فيه، وهلم لك كل تريكه ممكن تجي لك عليه، وكمان يا صاحبي كل معلومه هتاخدها بفضل الله هقول لك هتجي لك ازاي في الامتحان وتتسال عليها ازاي. يعني بفضل الله هتظبط كل حاجه في المباشر وغير المباشر. مبدئيا يا صديقي تعالى نظبط حاجه مهمه انا وانت مع بعضينا. اولا يعني ايه كلام مباشر؟ ايه المقصود بالكلام المباشر؟ سمي الله صلي على رسول الله. الكلام المباشر هو الكلام اللي بيطلع من الشخص الى الشخص اللي امامه مباشره. يعني انا وقفت في السنتر، يا شباب الحصه اللي جايه امتحان شامل، فحضرتك ده اسمه كلام مباشر، وبنعرفه في الامتحانات ان هو ما بين كوتيشن مارك، ما بين اقواس. طيب حبيب قلبي سمي الله صلي على رسول الله. ولنفرض ان صاحبنا علي بكل بساطه مش موجود في الحصه اللي انا نبهت فيها، او مش موجود اثناء ما انا اتكلمت، فراح محمود صاحبه قابله بالليل، فسكه ودغري قال له كده، يا علي خد بالك المستر محمد قال اني هو هيعمل امتحان شامل. شايف الكلام اللي جاله بكل بساطه محمود لعلي ده حبايب قلبي؟ اسمه كلام غير مباشر. يعني بمنتهى البساطه الكلام المباشر هو الكلام اللي بيطلع من الشخص للاشخاص اللي امامه مباشره، بعرفه في الامتحان ما بين اقواس،
والكلام غير المباشر هو النميمه والبغضاء اللي بتمشي بيها ما بين الناس. يعني تروح لماما، ماما خالته قالت ان انت خربت بيوت، ده اسمه كلام غير مباشر. بابا احمد قال ان انت ما اديتوش مصروف، ده اسمه كلام غير مباشر. يبقى تعالى كده ناخد اول معلومه على الهادي يا زبادي. الكلام في اي لغه من لغات العالم، انجليزي، فرنساوي، ايطالي، اسباني، برتغالي، يوناني، صربي، اوكراني، اي لغه، بينقسم لقسمين. كلام مباشر حضرتك بيبقى فيه اقواس، في الامتحانات توجد اقواس. وكلام غير مباشر حضرتك لا توجد اقواس، مش هتلاقي الكوتيشن مارك دول. طيب حلو يا استاذ، حاجه تانية عاوز تقولها؟ اقول لك بص بقى، الكلام اللي هو غير مباشر، الكلام اللي هو منقول، في منه انواع. ايش هي؟ اقول لك بكل بساطه انواع. بص كده، الكلام المنقول، او ممكن تقول عليه الغير المباشر اهو، اللي هو بكل بساطه عام الناس الغير مباشر. ايش هي الانواع دي؟ اول نوع يا صديقي قال لي بكل بساطه الكلام ده ممكن يكون جمله خبريه. ويا حبيبي عشان تعرف يعني ايه جمله خبريه، يعني جمله بتتكون بكل بساطه من فاعل وراه بكل بساطه فعل، دي الجمله الخبريه. ممكن كمان بكل بساطه الكلام يكون جمله استفهاميه، ودي برضه هنشرحها النهارده. حضرتك دي بكل بساطه تعرفها في الامتحان من علامه الاستفهام، او من اداه الاستفهام، او من السؤال بهل. طيب ممكن كمان يا حبيب قلبي بكل بساطه يكون الكلام جمله امريه، والجمله الامريه دي يا حبايب قلبي نعرفها ان احنا نلاقي فعل في المصدر انفينيتيف، او ممكن بكل بساطه don't هو المصدر اهو بالشكل ده، او ممكن بكل بساطه never والمصدر بهذا الشكل. حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، سم الله، صلي على رسول الله، وحد الله. في اولى ثانوي هتاخد بكل بساطه الجمله الخبريه والجمله الاستفهاميه، وفي اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي حضرتك بكل بساطه بتاخد الجمله الامريه معاهم، فبتاخدهم كلهم. طيب استاذ محمد احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا همسك الانواع دي واوريك الشغل فيها هيجي ازاي، واوريك الامتحانات هيبقى ازاي. بس انا دلوقتي قلت معلومتين حطهم في دماغك. الكلام في الانجليزي نوعين، مباشر فيه اقواس، غير مباشر ما فيهوش اقواس. الكلام غير المباشر في منه 3 انواع، في جمله خبريه نعرفها من فاعل ثم فعل، في جمله استفهاميه نعرفها من علامه استفهام، في جمله امريه بيبقى بكل بساطه عباره عن مصدر، او دونت والمصدر، او نيفر والمصدر. حبيب قلبي يلا بينا شمر دراعاتك وتعالى نمسك الجمله الخبريه. تعالى نمسك بقى بكل بساطه الجمله الخبريه ونشوف قصتها ايه. سم الله، صلي على رسول الله. انا هلم لك الجمله الخبريه في مثال واحد وسكه ودغري، كل تعديل هعمله في الجمله دي يا عم الناس هو موضع امتحان، وهنمسكه بالتفصيل وهنظبطه. دخلت الامتحان يا عم الناس لقيت السؤال بيقول لحضرتك مثلا في سؤال ريرايت بيقول لك كده مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، علي said to، علي يقول لاحمد I will travel tomorrow. علي said to احمد I will travel tomorrow، انا مسافر بكره. طيب اسال نفسك سؤال، هو الكلام ده ايه؟ والله يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك انا ملامح اقواس اهو. بس استاذ محمد الكلام ده كلام بكل بساطه مباشر. حلو قوي. عاوزك بقى تستخدم told، يعني انا هحول الكلام المباشر ده لغير مباشر. امشي معايا خطوه خطوه عشان تعرف بكل بساطه هنعمل ايه. اول حاجه اسماء الاشخاص ما بتتحولش، فهنا علي يا صاحبي هينزل زي ما هو علي اهو بالشكل ده. نغير لون القلم عشان بكل بساطه نروق عليه. طيب اول حاجه هنشتغلها مع بعضينا اللي هو فعل القول said to. said to يا صديقي احفظ كده عندك في دماغك بيجي في المباشر بس. يعني ايه؟ بيجي حضرتك بكل بساطه مع الاقواس فقط، كلام مباشر، ما يجيش ابدا في غير المباشر. فسيد تو هتتحول لحاجه اسمها told، ادي اول خطوه شغل احنا اشتغلناها. طيب احمد يا عم الناس، حبيب قلبي احمد اسم شخص ينزل زي ما هو. طيب الكلام اللي انت بتنقله ده نوع ايه؟ انت جمله خبريه؟ انت جمله استفهاميه؟ انت جمله امريه؟ والله يا استاذ محمد احنا شفنا فاعل اهو ثم فاعل. يا استاذ محمد دي جمله خبريه. الجمله الخبريه يا قلبي تربطها بحاجه اسمها ذات، او ممكن ما تربطهاش. يعني بعد احمد ده بص كده انا هستخدم حاجه اسمها ذات، وممكن يا قلبي ما اجيبهاش، يعني عادي تمشي الدنيا. طب امشي معايا خطوه خطوه. بعد كده عندي الضمير اي، بعد شويه هتعرف ان في تحويل لضمائر الفاعل. الاي دي هتتحول لهي يا شي، هي يا شي. واحد يقول لي اشمعزه ليه يا استاذ؟ حبيبي بديهي جدا، ما اي دي معناها انا،
ومحدش بيقول انا غير العاقل، والعاقل يا مذكر يا مؤنث. يعني لا يمكن السبوره دي تقول اي، ولا يمكن الكرسي يقول اي، ولا يمكن القلم يقول اي. فبديهي الاي يا ذكر يا انتايه. سكه ودغري بكل بساطه اعرفها ازاي؟ شوف يا عم الناس بكل بساطه هنا اهو، لا مؤاخذه، شوف هنا مين بكل بساطه بيتكلم. والله يا استاذ محمد انا شايف علي اهو، علي ده تروح الاي متحوله معاه الى هي اها. يبقى اول حاجه اشتغلناها مع بعض فعل القول، تاني حاجه اداه الربط، تالت حاجه ضمير الفاعل. طيب هنخش بعد كده بكل بساطه لزمن الجمله. زمن الجمله اسمه ويل ترافل. حبيبي احفظهم من اخوك، احنا بنرجع للزمن او بنرجع بالزمن خطوه لورا. ويل تبقى would، كان تبقى could، shall تبقى should. انا برجع بالزمن خطوه لورا. واي مضارع يتحول لماضي، مضارع بسيط يبقى ماضي بسيط، مضارع مستمر يبقى ماضي مستمر، مضارع تام يبقى ماضي تام. انا برجع بالزمن خطوه لورا. طب يا حبيب قلبي واللي تبقى ايه؟ وود. طب يا مستر ترافل ده فعل في المصدر ينزل زي ما هو، ادي ترافل. طيب بعد كده يا قلبي هتلاقي لي كلمه تومورو. تومورو دي بكل بساطه عم الناس اسمها ظرف زمان. احنا بنحول ظرف الزمان، ظرف المكان، صفات الاشاره. تومورو دي لازم تكون حافظها من ثالثه اعدادي، هتتحول تبقى ذا following اهي die، the following die. وهناخد التحويلات دي كلها بعد شويه وهنظبط الدنيا. بس حته بس بسيطه معلش، هي بكل بساطه كلمه تومورو بعد شويه انا وانت هنعرف ان هي بتتحول لثلاث تحويلات. بص ممكن تقول ذا following بكل بساطه يا عم الناس following اهي die دي صح. وممكن تتحول تبقى بكل بساطه ذا داي افتر يمشي الحال، يا سلام. وممكن تتحول تبقى ذا بكل بساطه نيكست داي. هيدا هو دي تحويلات تمر وهناخدهم بعد شويه. يبقى يا صديقي بكل بساطه من الشرح المبسط ده استنتجنا 5 حاجات، 5 خطوات عشان احول الجمله بكل بساطه الخبريه الى غير مباشر، 5 خطوات عشان احول الجمله المباشر اللي هي نوعها خبريه الى غير المباشر. ايش هم ال5 خطوات؟ حبيبي فعل القول اهو، بعد كده اداه الربط بعد كده يا حبيب قلبي تحويل ضمائر الفاعل. وعلى فكره يا شباب مش بس ضمائر الفاعل بتتحول، صفات الملكيه بتتحول، ضمائر الملكيه بكل بساطه بتتحول يا صاحبي. طيب سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم. زمان الجمله نرجع به خطوه لورا. رقم 5 يا قلبي تحويل ظروف المكان والزمان وكذلك الاشاره. سم الله صلي على رسول الله. دول ال5 خطوات اللي انا بعملهم، همسك كل خطوه فيهم على الهادي واقول لك تجي لك ازاي في الامتحان. يلا يا مستر ورينا الدنيا يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى يا صديقي نمسك اول خطوه اللي هي خطوات التحويل اهي، ونمسك بكل بساطه فعل القول. بص يا قلب المستر، بص يا نن عين المستر. فعل القول يا صاحبي في اللغه الانجليزيه هينقسم لنوعين، فعل قول وراه مفعول، وفعل قول ما وراهوش مفعول. فعل قول وراه مخاطب، او فعل قول ما وراهوش مخاطب. مفعول او مخاطب هم مسمى واحد لحاجه واحده. طب يا مستر بعد اذن حضرتك احنا هنعرفها ازاي؟ بص يا حبيب قلبي يا مستر، بص يا قلب المستر، بص يا نن عين المستر. تعالى وانا اظبطها لك يا قلبي واروج لك عليها. بص يا حبيبي، افعال قول ياتي بعدها مفعول، يعني لازم يجي وراها مفعول. وزي بعض حبايبي افهمكم يعني ايه بكل بساطه مفعول يا صديقي يعني حاجه ممكن يكون اسم اهو، يا اما يكون بكل بساطه ضمير مفعول. واحد يقول لي هو ايه ضمائر المفعول؟ بص يا قلبي، في حاجه اسمها مي، في حاجه اسمها هم، في حاجه اسمها هير، في حاجه اسمها يو، في حاجه اسمها اس، في حاجه اسمها ذم. دي بكل بساطه اسمها ضمائر المفعول يا قلبي. طب يا مستر هنعمل ايه؟ قال لي بكل بساطه الافعال اللي هيجي وراها مفعول بكل بساطه لو كان الكلام مباشر هي say to وسايز to وسد to. دي مضارع بسيط فاعل جمع، دي مضارع بسيط فاعل مفرد، دي بكل بساطه في الماضي. طب لو كان كلام غير مباشر يبقى tell وتيلز وتولد، يبقى المربع ده لازم وراه مفعول. طب ايه المفعول؟ يا اسم يا اما بكل بساطه ضمير. طب هل في حاجة تاني ينفع بكل بساطة يجي وراها مفعول غير بكل بساطة دول؟ أقول لك في فعل اسمه reminded يعني بكل بساطة ذكراه. في فعل اسمه persuaded يعني أقنعاه. في فعل اسمه
convinced برضو معناها أقنع. في فعل اسمه warned حذر، وفي أفعال تانية كتير بس دول أشهرهم. يبقى يا حبيبي حتة فعل القول تفهم نفسك كده بالراحة، في فعل قول وراه مفعول، وفي فعل قول ما وراهوش مفعول. حبيبي هو ايه المفعول؟ يا اما يكون اسم يا اما يكون ضمير مفعول. طب قلب المستر، ننعين المستر، بكل بساطة ماي هارت المستر، سكة ودغري اللي بيجي وراهم مفعول. لو كان الكلام مباشر say to says to said to، وبيتحولوا لغير المباشر said to تبقى told، says to تبقى tells، say to تبقى tell بهذا الشكل. طيب بكل بساطة أفعال قول لا يأتي بعدها مفعول، ما بيجيش وراها مفعول. إيش هي؟ بكل بساطة حبيب قلبي الكلام مباشر أو غير مباشر هي ساي وسايس وسد وسكة ودغري. حبيب قلبي دول شغالين مع المباشر وغير المباشر، ودول يا صاحبي ما بيجيش وراهم مفعول. بس خد بالك لو كانت ساي تو وراها مفعول، طب ساي بس أو سايس بس أو سد بس مفيش مفعول. طب يا صاحبي إيه اللي بيساويهم بقى؟ بص حبيب قلبي كده، reported يعني أخبار، admitted يعني اعترف، complained يعني اشتكى، replied يعني رد، explained يعني شرح أو فسر. دول كلهم ما وراهمش مفعول. طيب خلاص يا أستاذ محمد الدنيا تمام، أنا عاوز بس أشوفهم يجوا إزاي في الامتحان. يلا بينا نطير على الأسئلة بكل بساطة بفضل الله. كل حاجة هنشرحها هقول لك هتيجي إزاي في الامتحان. دي كل الأفكار اللي ممكن تجي لك على فعل القول، وسكة ودغري تعالى نمسك سؤال سؤال ونعمل معاهم الصح. جاهز؟ Let's get started. علي نقط me that I should buy a present for mom. طب حلو قوي. علي ايه؟ قال لي بكل بساطه اشتري هديه لوالدتي. على الهادي يا زبادي. حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم هنا جمله خبريه لان سكه ودغري في اداه ربط اسمها ذات اهي. طيب هنا بعد النقاط في مفعول اهو، بص كده في مفعول. تعال نمشي واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. سد دي ما يجيش وراها مفعول ابدا، على جثته وجثه شامبو. سد لا يمكن يجي وراها مفعول. سد وراها مفعول، بس يسد وحدها بكل بساطه عم الناس ما يجيش وراها مفعول. told دي وراها مفعول، reminded دي وراها مفعول، فسكه ودغري بكل بساطه يبقى told صح، وعندي reminded صح، فسكه ودغري اجابتك تبقى told or reminded اللي هي الاخيره. يبقى يا صديقي السؤال الاولاني حليناها ازاي؟ والله بصينا بعد النقاط في مفعول اسم او ضمير يبقى سد ما تنفعش، told تنفع، reminded تنفع، الاثنين ينفعوا. خش على الثاني. طيب علي نقط ذات احمد، علي نقط ذات احمد was going to Alex. حبيبي ادي ذات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل قبلها في مفعول؟ لا يا مستر مفيش مفعول. بقول لحضرتك يا مستر وانا شايف كويس مفيش مفعول. طب تولد احنا قلنا وراها مفعول، ريمايندد احنا قلنا وراها مفعول، يبقى الاثنين غلط، يبقى نختار سد اللي هي مش بيجي وراها مفعول. يبقى سكه ودغري معنى الجمله علي said that احمد was going to Alex، وهنا مفيش مفعول فاخترت سد بس. طب تعالى شوف الفكره الاخيره دي عشان حلوه قوي وهتعجبك. سمي الله صلي على رسول الله. I نقط علي، I نقط علي should study his lessons. ممكن اسال حضرتك الجمله دي بعد النقاط في مفعول؟ لو قلت ايوه اللي هو كلمه علي ماشي انا معاك، انت بتقول لي علي ده مفعول اوكي. طب فين فاعل should؟ فينه؟ مفيش. يبقى علي ده مش مفعول، لا 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 لا، ده علي ده فاعل الجمله دي، ويبقى الجمله هنا الجمله هنا ما فيهاش مفعول. طب ايش عم بنتصرف؟ طالما ما فيش مفعول يا صاحبي صرخ وقول هاتوا لي سد، صرخ وهقول بكل بساطه يا عم الناس ان تولد دي غلط، ريمايندد دي غلط، ستو بتيجي في الكلام المباشر لازم يبقى فيه اقواس، وهنا ما عنديش اقواس، وكمان عاوزه مفعول وانا ما عنديش مفعول، يبقى سد بس. دول يا صديقي بكل بساطة أفكار فعل القول، وحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم مفيش تاني. يعني لو ركزت على الثلاث أسئلة دول على الشرح اللي أنا قلته، ارتاحت وريحتها فاحت، ارتاحت يا صبحي. يلا بينا نخش على الخطوة الثانية. الخطوة الثانية قال لي أداة الربط صبحي في الجملة الخبرية اربط بذات أو بدونها، اربط بذات أو بدونها، اربط بذات أو ما تربطش بيها عادي. جبت ذات خلصانه، ما جبتهاش عديها الناس لبعضيها. فسكه ودغري بكل بساطه السؤال يجي لحضرتك ازاي؟ علي سد، علي قال احمد شود ستادي هارد، احمد لازم يذاكر بجد. طب هنا بيسال في اداه الربط هنعمل ايه احنا؟ والله يا استاذ محمد الجمله عباره عن فاعل اهو ثم فعل يا استاذ محمد، يبقى احنا جمله خبريه. الجمله الخبريه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اربط بذات او بدونها.
اربط بذات او بدونها. ايش تقصد؟ واحد يقول لي يا استاذ انا هاخد ستو، اقول لك يا غشيم ستو عاوزه اقواس، عاوزه كلام مباشر، وعاوزه وراها مفعول، واحمد هنا يا صاحبي بكل بساطه مش مفعول، ده فاعل شاط، فهنا ستو بالسلامه انت. طب يا مستر خلاص هاخد نوت تو لحد ممكن تتعور بعد اذن حضرتك، لا نوت ولا غيرها، سكه ودغري دي بره الليله. هتربط بذات صح، او نو وورد ما تحطش كلمه برضه صح، لكن دني دي بكل بساطه ما تنفعش. يبقى الجمله تطلع ايه؟ علي said that احمد should study hard، او ممكن تطلع علي said احمد should study hard. الاثنين صح والاثنين نفس المعنى، اربط بذات او بدونها، اربط بذات او بدونها. طيب الخطوة الثالثة قال لي سكة ودغري تحويل ضمائر الفاعل. صبحي، يلا نحفظ اهو، ده ما فيهوش فهم، ده لازم يتحفظ. نحفظ ايه يا استاذ؟ امشي معايا صبحي. الآية صبحي اللي جايلها لك بدرها، الآية صبحي بعد إذن حضرتك اللي بيقول آي ده بكل بساطة بني آدم إنسان، والإنسان يا ذكر يا انتاية، فبعد إذن حضرتك سكة ودغري يا تبقى هي يا تبقى شي. بس أعرفها إزاي؟ شوف مين اللي بيتكلم، شوف مين أول الجملة. كان علي يبقى هي، كان هدى يبقى شي، وهكذا. طب يا حبيبي الوي ما تبقاش غير حاجة اسمها زاي، وي ذاي، وي ذاي، وهكذا. طب اليو، لا اليو دي بت يعني بص مفيش داعي للكلام، اتنين مالهمش امان، اليو والفرامل. سكه ودغري على مهل حضرتك، اليو دي بكل بساطه ممكن تتحول للاي. امتى؟ لو انت مش عارفها عايده على مين. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه يا عم الناس، علي said، علي قال يو بكل بساطه you are going to Alex. ادي اليو وانا ما عارفهاش عايده على مين. تمام؟ علي سيد، علي قال، انت هتروح بكل بساطه يا عم الناس بكل بساطه حديقه الحيوان او الدنيا دي كلها، فحضرتك بكل بساطه ما اعرفش اليو عايد على مين، يبقى تتحول على اي. طب يا عم الناس لو اليو كانت عايد على مفرد مذكر، لا يبقى هي. طب عايد على مفرد مؤنث تبقى شي. طب عايد على جمع تبقى بكل بساطه ذاي، وهنشوف امثله وهوريها لك. فاليو تتحول لاي لو مش عارفها عايد على مين او على حسب السياق. اما بقى ذاي، هي، شي، ات ما بيتحولوش، ينزلوا زي ما هم. طيب تعالى يا استاذ بكل بساطه نشوف بعد كده، نرجع بالزمن خطوه لورا. دي رقم 4 صبحي، دي رقم 4 صبحي. نرجع بالزمن خطوه لورا، خطوه ورا خطوه لورا. لا مؤاخذه عزيزي، افتكرت كده نموذج شعري. ما علينا، يعني ايه يا استاذ نرجع بالزمن خطوه لورا؟ فهمنا ارشدك. اقول لك يا صبحي بكل بساطه لو عندك مضارع بسيط اتحول لماضي بسيط. طب ماشي يا استاذ، ايه هو بقى المضارع البسيط؟ صبحي افهم حضرتك ايش هو المضارع البسيط. لو كان عندك فاعل بكل بساطه مفرد، حط للفعل اس، اي اس، اي اس بالشكل ده. ولو كان عندك فاعل بكل بساطه جمع، فالفعل بيجي مصدر بدون اضافات، مصدر بدون اضافات. طب حبيبي المضارع البسيط يتحول لماضي بسيط. ايش الماضي البسيط؟ حبيبي عباره عن فعل اخره دي اي دي اي اي دي، او عباره عن فعل شاذ يحفظ. جو تبقى went، cut تبقى cut، sleep تبقى slept. طيب مضارع مستمر بيتحول الى ماضي مستمر. طب هو ايه المضارع المستمر؟ مؤذر والفيرب مضاف له اي ان جي، مؤذر والفيرب مضاف له اي ان جي، مؤذر والفيرب مضاف له اي ان جي. هيتحول لماضي مستمر. ايش هو الماضي المستمر؟ was were والفيرب مضاف له اي ان جي، was were والفيرب مضاف له اي ان جي، was were والفيرب مضاف له اي ان جي. طب المضارع التام هيبقى ماضي تام. طب يا استاذ محمد هو ايه المضارع التام؟ have وهاز والتالت what day، have وهاز والتالت a day، have وهاز والتالت what day، وهكذا. هيبقى ماضي تام. ايش هو الماضي التام؟ قال لي had والتالت، had والتالت، had والتالت. طب يا مستر لو عندي ماضي بسيط يا مستر، ماضي بسيط في احتمالين، اللي يبقى ماضي بسيط والافضل تخليه ماضي تام. لو حليته زي ما هو ماضي بسيط تمشي الليله هنعديها. طب لو حولته للماضي التام ده الافضل. طب يا صاحبي امتى الماضي تام؟ الماضي التام او بكل بساطه الماضي التام لو عند حضرتك هتحوله لايه؟ لا ده اقدم حاجه، هيفضل زي ما هو ماضي تام. طب هو ايه الماضي التام؟ قلناه بدري، هاد والتالت هيفضل زي ما هو هاد والتالت. طب عندي كان تبقى كود، طب عندي شال تبقى شود، طب عندي ويل تبقى وود، طب عندي ماي تبقى مايت، طب عندي ماست اتقل على الرز. ماست دي في اللغه لها 3 استخدامات. ماست ممكن يكون بكل بساطه عم الناس بتعبر عن قانون، فحضرتك في الحاله دي ما تحولهاش. ادي حضرتك مثال،
drivers السائقون must follow the traffic rules. السائقون لازم يجب عليهم اتباع بكل بساطة عم الناس قواعد المرور. طب ما ده قانون في كل دول العالم، لازم السواقين تتبع قواعد المرور. فحضرتك هنا بكل بساطة must ما بتتحولش، نزلها لي زي ما هي. طب must لو كانت بكل بساطة إلزام مضارع، يعني إيه إلزام مضارع؟ بصوا المثال ده I must study now. أنا لازم أذاكر دلوقتي. طب أجي أحولها سكة ودغري، هنا must تبقى had to، لأن سكة ودغري عندي كلمة now، فهنا إلزام في المضارع فتتحول ل had to. طيب must بكل بساطة تتحول ل would have to لو كانت إلزام مستقبل. إزاي؟ أول ما أقول لحضرتك مثلا I must travel tomorrow دي قالت لي أنت مستقبل، فماست في الجملة دي تبقى would have to. يعني من الآخر أول ما تشوف ماست دي حسب السياق، كانت قانون تنزل زي ما هي، إلزام في المضارع تبقى had to، إلزام في المستقبل would have to وهكذا. طب يا مستر لمحنا يا مستر used to، حبيبي ما بتتحولش تنزل زي ما هي used to. طب يا مستر لمحنا could تنزل زي ما هي could، should تنزل زي ما هي should، might تنزل زي ما هي might، سكه ودغري هينزلوا زي ما هم. طب مستر في حاجه تاني؟ بص، لو انت لقيت اف اللي هي الحاله الثانيه افكرها لك، اف ماضي بسيط فاعل would مصدر يا حبيب قلبي عشان ننسيها، اف ماضي بسيط فاعل would مصدر وممكن could مصدر وممكن might مصدر عادي. ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي شايف الماضي البسيط ده سكه ودغري اوعى تحوله، خليه لي زي ما هو ماضي بسيط. يعني ايه؟ انا بدري قلت لك الماضي البسيط يبقى ماضي بسيط او ماضي تام، والافضل يبقى ماضي تام، لكن لا، في حالات بقى لازم تخلي الماضي البسيط زي ما هو. ايه هي الحالات دي؟ اف الحاله الثانيه لو شفتها في الجمله الماضي البسيط بعدها زي ما هو. طب لو لقيت تعبيرات الفيك باست اللي هو الماضي المزيف، يعني لو لقيت تعبير اسمه اتس تايم بعديه ماضي بسيط نزله زي ما هو. طب اي ويش بعديه ماضي بسيط نزله زي ما هو. طب ايد راذر بعديه ماضي بسيط نزله زي ما هم. طب سكه ودغري يبقى اف والتعبيرات دي لو جه وراها ماضي بسيط ما حولهاش. طب حلو تفضل زي ما هي ماضي بسيط. اديني مثال من اللي انا مش فاهمه بقالي زمان، اديني مثال. الجمله دي يا صديقي بكل بساطه تعالى نحولها بقى وسكه ودغري نشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. سم الله، صلي على رسول الله، وحد الله. بيقول لي علي said to، علي قال بكل بساطه لاحمد it's time you went to the zoo. تعال يا صاحبي نحول الجمله دي. بص علي هينزل زي ما هو علي اهو. طيب شايف said to دي على طول هتتحول لحاجه اسمها told. احنا قلنا said to بتيجي في الكلام المباشر وtold كلام غير مباشر. احمد، لا يا صاحبي احمد هينزل زي ما هو، الاسماء ما بتتغيرش. طيب اسمع بقى، الجمله دي جمله خبريه هربط بحاجه اسمها ذات وممكن ما اجيبهاش اصلا. طب ات ما بتتحولش تنزل زي ما هي ادي ات طيب شايف الابوستروف اس دي كان اصلها از، فهنا تتحول تبقى was مضارع بسيط يبقى ماضي بسيط. تايم ما بتتحولش بهذا الشكل. اليو اتقل بقى على الراس. اليو دي عايده على مين؟ شوف هو بيخاطب مين هنا؟ بيخاطب احمد. طب ما احمد ده ذكر يبقى اليو تتحول لهي. طب كانت ساره تتحول لشي. طب كانت ستيودنتس طلاب تتحول لذاي. طب ما كانش حد خالص تتحول لاي. اليو دي ملهاش امان. لازم نشوفها عايده على مين. فهنا هتتحول الى حاجه اسمها هي ونحطها في دايره بالشكل ده. شايف وانت ده ماضي بسيط وجاي بعد التعبير ده اللي هو اتس تايم او اي ويش او ايد راذر، او لو كانت هنا حاله اف نزله لي زي ما هو ما تلعبش فيه. اوعى تقول لي يبقى هاف جن اتحول الماضي البسيط لماضي تام. انا افتكار الشك الصبحي مش ممكن. وسكه ودغري بكل بساطه تو تنزل وزه تنزل والزه بكل بساطه تنزل. يا أستاذ، يا حولناها يا أستاذ، مبروك يا صبحي، كبرت خلاص وعرفت تتحول يا صبحي، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب يلا نكمل مع بعضينا. سم الله كده، صلي على رسول الله. الخطوة الخامسة والأخيرة اللي بنعملها في الجملة الخبرية سكة ودغري اسمها تحويل ظروف الزمان والمكان والإشارة. الله، هنرجع لمس عبير ثالثه اعدادي. يا معبير حفظتك يا صبحي، يا ما قالت لك احفظهم يا صبحي هيخدموا عليك. تعال صبحي اشوفك فاكر ولا لا. ولا فاكر زاس يا ولا؟ زاس تتحول لايه زاس يا ولا؟ قول انطق يا جبان.
هتتحول بكل بساطه لحاجه اسمها ذات بهذا الشكل. ولا فاكر زيز تتحول لايه؟ those اها. طب here تتحول ل there حافظي. طيب come here تعالى هنا احفظها حفظ تبقى go there اها. طب now تتحول لحاجه اسمها then بهذا الشكل. today تبقى حاجه اسمها that day. طب tonight تبقى that night. yet هتبقى by then بهذا الشكل. طب ago حبيبي فهتبقى بكل بساطة earlier بالشكل ده أو حاجة اسمها before أها. طب يا مستر yesterday ليها 3 يا إما تقول لي بكل بساطة the previous day صح، او تقول لي مثلا the last day صح، او ممكن تقول لي the بكل بساطه day before برضو صح. طب يا مستر tomorrow تبقى ايه يا مستر؟ tomorrow بكل بساطه عم الناس هتبقى the following بكل بساطة day صح، أو the next day صح، أو the day after عزيزي after ولا تعشى after. طيب سكة ودغري next week سهلة يا زوز زي بكل بساطة tomorrow بالظبط، بس بدل ما تحط بكل بساطة day حط لي week، يعني هتبقى the بكل بساطة following week اها. طيب او ممكن بكل بساطه تبقى يا عم الناس ذا بسم الله الرحمن الرحيم week after. وممكن يا صاحبي تبقى برضو بكل بساطه the next week عادي خالص. خلي بالك next week غير the next week كلام مباشر، the next week كلام غير مباشر. دولة لازم حفظ، دولة من ايام ثالثه اعدادي، دولة يا ريتك حفظتهم يا صبحي، ما كانش بكل بساطه سيرتك بيجت على كل الناس. عزيزي تعالى بينا دلوقتي بكل بساطه نشوف شويه الملاحظات المهمين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. تركات امتحانها ولا سكه ودغري هناخد التركه وشكل السؤال اللي هيجي عليها. سمي الله صلي على رسول الله. بيقول لي ايه اول تركه؟ ما نحولش الازمنه. يعني ايه يا استاذ ما تحولش الازمنه؟ يعني حبيب قلبي لو عندك مضارع بكل بساطه ما تحولهوش لماضي. امتى بقى؟ سكه ودغري بكل بساطه لو كانت يا صاحبي الجمله حقيقه. لو وحد الله كده سب الله صلي على رسول الله. يعني ايه يا عم الناس؟ الجمله لو حقيقه يا عمنا فسكه ودغري بنستخدم المضارع البسيط اللي هو عباره عن فعل اخره اس اي اس اي اس مع مين؟ مع المفرد. وفعل بكل بساطه يا عم الناس مصدر مع الجمع. طب يا استاذنا بمنتهى البساطه بس يا استاذنا عشان تبقى بس الامور منطقيه. سكه ودغري احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ اقول لك يا حبيب قلبي حقيقه دايما الحقائق بنستخدم فيها المضارع البسيط. يعني معلش اول ما اجي اقول لك مثلا ذا لايونز الاسود مثلا ايت ميت الاسود تاكل اللحوم دي حقيقه. يبقى هنا حبيب قلبي الايت ما تقوليش ايت وتحولها للماضي، لا دي حقيقه، فالحقيقه تستخدم معاها مضارع بسيط. طب يا استاذنا بكل بساطه الجمله تبقى ازاي او الاسئله تيجي ازاي؟ ادي المثال علي سد، فحضرتك تشوف سد هنا تقول لي ماضي، خلاص يا مستر هنا نجيب ماضي. لا الجمله دي حقيقه، وطالما حقيقه انا عاوز مضارع بسيط بعد اذن حضرتك. طب فين المضارع البسيط؟ ده حبيب قلبي ماضي تام ما ينفعش، ده حبيب قلبي ماضي مستمر ما ينفعش، ده مضارع بسيط. حبيب قلبي بعد اذن حضرتك علي قال بان الاسود هنا جمع، فانا عاوز فعل في المصدر تبقى ايد بهذا الشكل، وايدس دي تبقى بره الليله. يبقى لو الجمله عندك حقيقه استخدم ايه؟ مضارع بسيط. ايه هو المضارع البسيط؟ فعل اخره اس اي اس اي اي اس مع فاعل مفرد، وفعل مصدر بدون اضافات مع الفاعل الجمع. طيب بكل بساطه خد بالك بقى ان الحقيقه في حاجه اسمها حقيقه ثابته وفي حاجه اسمها حقيقه نسبيه. يعني ايه؟ حبيب بعد اذن حضرتك الحقيقه الثابته زي الاسود تاكل اللحوم، حبيب قلبي دي هتفضل مستمره. مفيش اسد بعد 20 سنه يقول لك خلاص انا عاوز اكل كريب، مفيش الكلام ده. مفيش اسد هيقول لك خلاص يا عم انا بكل بساطه راجل خضاري فيجيتيريان سكه ودغري انا هاكل خيار وطماطم، مفيش، دي حقيقه ثابته فهنا نستخدم مضارع بسيط. اما بقى الحقيقه النسبيه اول ما اقول لحضرتك ان القاهره هي اكبر مدينه موجوده في افريقيا من حيث عدد السكان، دي حقيقه نسبيه. ليه؟
ليه؟ لان يا قلبي ممكن بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم اي مدينه في افريقيا تانية تعدي بكل بساطه عم الناس القاهره، فحضرتك الحقيقه النسبيه تستخدم معاها مضارع بسيط او ماضي بسيط. طب ادي حضرتك مثال تاني، السد العالي ده كان اكبر سد موجود بكل بساطه في افريقيا. طب دلوقتي اثيوبيا عملت سد تاني، فالسد العالي اللي كان بكل بساطه اكبر سد ده حقيقه نسبيه ممكن تتغير مع الزمن، فهنا يبقى مضارع بسيط او ماضي بسيط. تعال بص السؤال ده يا عم الناس، قال لي الحقيقه النسبيه ممكن تتغير في المستقبل، فنستخدم بكل بساطه مضارع بسيط اهو ونستخدم ماضي بسيط. اديني سؤال او نقول لك علي said كايرو، علي قال ان القاهره not the largest city in Africa. علي قال ان القاهره بص كده اكبر مدينه في افريقيا. هي دي لحد دلوقتي حقيقه، بس ممكن بعد 20 سنه في مدينه تعديها. فهنا يا صاحبي نعمل ايه؟ هختار اس ولا هختار ووز ولا هاز بين ولا از اور ووز؟ لا يا استاذ محمد، از دي شغاله ووز دي شغاله، بعد اذن حضرتك المضارع التام ما ينفعش، يبقى از اور ووز اللي هي بكل بساطه الاخيره. يبقى يا صاحبي وزميلي وحبيبي وكفاءه سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقه الثابته مضارع بسيط. طب حقيقه نسبيه مضارع بسيط وماضي بسيط، مضارع بسيط وماضي بسيط. طيب تعالى يا عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم نشوف التركه الثانيه. قلب المستر ما تحولش الازمنه لو الكلام اتقال منذ فتره زمنيه قصيره. طب واعرفها ازاي يا مستر محمد؟ حضرتك تلاقي في السؤال 10 minutes ago منذ 10 دقائق، just now على التو، بكل بساطه a short time من وقت قصير. فحضرتك كده الكلام لسه متقال فما لحقش يبقى ماضي، ما لحقش يبقى ماضي. فسكه ودغري ما بنحولش الازمنه اذا قيل الكلام منذ فتره زمنيه قصيره زي a moment ago a short time just now recently. المح بس واحده منهم. ايه اللي هيحصل؟ مش هحول للماضي، هخلي زمن الجمله الثانيه زي ما هو على حسب سياق الجمله. طب تعال ناخد مثال عشان بس حضرتك كل تركه تعرف بتجيلك ازاي في الامتحان. علي said 10 minutes ago. الله يا بلادنا الله. علي قال منذ 10 دقائق، منذ 10 دقائق that he not travel to Alex tomorrow. طب استاذن حضرتك على الهادي، مش هنا فتره زمنيه قصيره؟ ما تستخدمش ماضي في الجمله الثانيه، ما تجيبليش ماضي. يعني ايه was دي بره الليله، had دي بره الليله، عندك ويل وعندك هاف، عندك ويل وعندك هاف. طب يا صاحبي الهي ازاي تاخد هاف؟ فهاف دي بره الليله تبقى ويل. وكمان في حته ثانيه حضرتك تاخد بالك منها، هو انت مش ملاحظ ان تومورو ما اتغيرتش؟ لو لم يتغير الظرف ما تغيرش الجمله. ازاي؟ لقيت تومورو زي ما هي ما بقتش ذا فولوينج داي يبقى الزمن زي ما هو. لقيت بكل بساطه ناو زي ما هي يبقى ما تغيرش الزمن. فسكه ودغري دي خدها تركه، دي مهمه دي اهي. بص لاحظ ايه يا استاذ محمد؟ اذا لم يتحول بكل بساطه الظرف، ايش اللي يحصل بقى؟ اذا لم يتحول الظرف ايش اللي يحصل؟ فإن بكل بساطة زمن الجملة بكل بساطة حبيب قلبي لا يتحول، ما بيتحولش. فسكة ودغري خدها من أخوك كده بسم الله الرحمن الرحيم. بكل بساطة تومورو ما اتحولتش يبقى الزمن ما اتحولش، طب ناو ما اتحولتش يبقى الزمن ما اتحولش. فهنا تومورو ما اتحولتش خلاص هات ويل، ما تختارليش وات، ما تجيبليش ماضي، وهكذا. طيب حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، اذا كان فعل القول مضارع فان الجمله الثانيه يا مضارع يا مستقبل. بص حبيبي انا محفظها لك في السنتر، اربط ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي. المضارع بيجي مع مضارع او مستقبل. لقيت فعل القول مضارع يبقى الجمله الثانيه يا مضارع يا مستقبل حسب السياق. تعال على الهادي، دخلت لقيت علي سايز، واخد لي بالك انت من المضارع اهو سايز. فهنا يا قلبي يا اما هتجيب لي بكل بساطه مضارع صح، يا تجيب لي مستقبل برضه صح. فعل القول مضارع، الجمله الثانيه يا مضارع او مستقبل. طب تعال نشوف الاختيارات. وانت دي ماضي ما تنفعش، جو دي مضارع، جوز دي مضارع، هات جن دي ماضي ما تنفعش. طب قلب المستر هو الهي تاخد المصدر ولا فعل في اس؟ لا فعل في اس يا قلبي. يبقى يا مستر عاوز تقولي لو عندي فعل قول مضارع انا هربط هنا يا مستر يا مضارع او مستقبل؟ يا سلام تبقى زي الفل يا صاحبي لو عملت كده، وهكذا. طيب ايه تاني يا محترم؟ على هذا يا زبادي بقى شويه ثوابت حضرتك تاخدهم من اخوك وتحل بيهم. دول ما تفكرش، احنا فكرنا لك، احنا سكه ودغري بنديك ثوابت بكل بساطه لو شفتها حل بيها. يعني ايه يا استاذ؟ حبيبي لمح then ولمح at that time. then at that time ما تفكرش غير بكل بساطه was were والفيرب مضاف له ing.
was were والفيرب مضاف له ing. يعني ايه يا استاذ محمد؟ يعني حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، دول بكل بساطه يا عمنا سكه ودغري تاخدهم كده ثابت، ما تفكرش بكل بساطه، تلمح بس واحده من الاثنين دول اهو يبقى was were والفيرب مضاف له ing. طب يا حبيب قلبي لو لمحت ذا بريفيوس داي، ذا داي بيفور او ذا ويك بيفور، او لو لمحت ذا نيكست داي ذا نيكست ويك، سكه ودغري لقيت حاجه من دول برضه حبيب ما تفكرش، حبيب قلبي فكر لي هنا بكل بساطه في هاد والتالت. طب يا مستر جايبهم منين؟ ما انت تفهمنا يا مستر برضه. افهم حضرتك. شايف كلمه ذن دي؟ شايف كلمه ذن كانت في الاصل ايه؟ ناو. طب ما ناو دي كانت مضارع مستمر، وانت بتحول المضارع المستمر لماضي مستمر، فسكه ودغري بكل بساطه يا عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم يبقى ذن اللي هي متحوله من ناو تيجي مع الماضي المستمر. اقولها تاني بعد اذنك. ناو كانت في الاصل، ذن دي كانت في الاصل ناو. طب ناو دي كانت ايه؟ مضارع مستمر اللي هو ام واز وار والفيرب مضاف له اي ان جي. طب انت بتحول المضارع المستمر لماضي مستمر، فيبقى ناو اللي اتحولت لذن تيجي معاه بكل بساطه الماضي المستمر. طب حته تاني، اول ما اقول لك ذا بريفيوس داي، ذا بريفيوس دي مش كانت في الاصل يسترداي؟ طب يسترداي ماضي بسيط، الماضي البسيط بيتحول لماضي تام، فيبقى ذا بريفيوس داي تيجي مع هاد الثالث اللي هو الماضي التام. طيب تاني يا صاحبي بالراحه بسم الله الرحمن الرحيم. ذا بريفيوس داي، ذا بريفيوس داي اللي هي كانت في الاصل ايه؟ يسترداي. طب يسترداي كانت ماضي بسيط، انت حولت الماضي البسيط لماضي تام، يبقى ذا بريفيوس داي المتحوله من يسترداي هتيجي مع الماضي التام وهكذا. طيب لو لمحت ذا فولوينج داي او ويك، ولو لمحت ذا بكل بساطه عم الناس داي افتر او ويك افتر او مانث افتر، ولو لمحت ذا نيكست داي نيكست ويك نيكست مانث، حبيب قلبي هتفكر في شكل من ثلاثه، يا اما هتجيب لي would والانفينيتيف، يا was were والفيرب اي ان جي، يا was were going to، واحده من الثلاثه دول. حبيب قلبي دول لازم بكل بساطه تحفظهم، هيساعدوك على الحل تماما، هيفرجوا معاك ويخلوك في حته تاني. طب يا استاذ انا عاوز اشوف الاسئله تيجي ازاي وتوريني بقى هفكر ازاي. سمي الله كده صلي على رسول الله. دخلت الامتحان، علي said، علي قال that they know to Alex then. حبيبي هو انت هنا مش لمحت كلمه then؟ يا استاذ لمحتها. طب زن دي يا قلبي لو شفتها في الامتحان هي وكلمه اسمها at that time، ما تفكرش was were والفيرب مضاف له اي ان جي، was were والفيرب مضاف له اي ان جي. طب سكه ودغري فين؟ went لا، had gone لا، بكل بساطه were going بكل بساطه، ولا are going لا، are going دي بره، فهتبقى was were والفيرب مضاف له اي ان جي. تحيا مصر. طيب المثال الثاني، علي said that they not to Alex، بص كده the previous day. حبيبي مش لمحت كلمة the previous day؟ لقيت the previous day، لقيت بكل بساطة the day before، لقيت بكل بساطة the last day. ما تفكرش غير في هاد والتالت، هاد والتالت، هاد والتالت، ماضي تام، هاد والتالت ماضي تام. طب فينها يا استاذ محمد؟ وانت دي بكل بساطة ماضي بسيط ما تنفعش، هاد والتالت هي دي الصح، دي بكل بساطة ماضي مستمر ما تنفعش، والمضارع مستمر ما ينفعش. طب يا قلبي دخلنا علي said that they not to Alex، بص كده the following day. يا استاذ لقينا كلمه the following day، يبقى يا صاحبي فاعل would مصدر، او فاعل بكل بساطه was were going to والمصدر، او فاعل was were والفيرب مضاف له اي ان جي، واحده من الثلاثه. طب يا استاذ محمد تعالى بكل بساطه نبص. حبيب قلبي وانت دي ماضي بسيط ما تنفعنيش، هتجن دي ماضي تم ما تنفعنيش، وود والمصدر يا قلبي هي دي، اما المضارع ده فما ينفعنيش. صاحبي وحبيبي واخويا وكفاءه، دول تريكات تحل بيها، دول في غايه الاهميه هيساعدوك تماما اهم يا قلبي، ولازم بكل بساطه تدوس فيهم وتحفظهم. طيب تعالى بقى بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله كده صلي على رسول الله. نخش بقى على النوع الثاني من المباشر وغير المباشر، الا وهو الجمله الاستفهاميه. الجمله الاستفهاميه يا عم الناس بسم الله الرحمن الرحيم، عشان احولها من الكلام المباشر لغير المباشر في خطوات انا بمشي عليها. ايه هي الخطوات؟ قال لي اول حاجه فعل القول بتاعك، سمي الله كده صلي على رسول الله. عندي حاجه اسمها asked، asked دي معناها سأل، وهنا حبيب قلبي تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، asked دي ممكن يجي وراها مفعول او ممكن ما يجيش، asked وراها مفعول او ممكن ما يجيش. طيب في حاجه اسمها wondered، wanted to know، inquired، سكه ودغري بكل بساطه لا ياتي بعدها مفعول. على هادي يا زبادي كده بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله صلي على رسول الله. asked، wondered، wanted to know، inquired، سكه ودغري دول كلهم يا حبيب قلبي بعد اذن حضرتك معناهم سأل.
طب ايه الفرق؟ اللي هي المستر عامل asked لوحدها wanted او بكل بساطه wanted to know wondered وinquired في مربع خاص بيهم، لان asked ممكن يجي وراها مخاطب اللي هو المفعول وممكن ما يجيش، وسكه ودغري الثلاثه التانيين ما يجيش وراهم ابدا مفعول. طب الحته دي اسئل فيها ازاي؟ تعالى بص، علي نقط احمد، حلو حلو، اف يبقى هنا جمله استفهاميه لان اللي جيت بكل بساطه اف. بعد شويه هتعرف ان اف وذر واداه الاستفهام هيقولوا لك هنا السؤال في الجمله الاستفهاميه. طب بالراحه الله يسترك يا رب. علي نقط احمد if he was at a club or not. طيب سمي الله كده، صلي على رسول الله. لو انت فكرت في طولد، قلب المستر طولد ده بيجي مع الجمله الخبريه ولازم هنا تبقى فيه موجوده ذات مش اف، فحضرتك هنا طولد مش هيظبط معاك بره الليله. طيب wondered هو بيجي مع الجمله الاستفهاميه wondered، بس جملتك هنا فيها مفعول، ولو انت عندك مفعول ما ينفعش wondered ولا بكل بساطه wanted to know ولا inquired، ينفع معاك asked بس. فحضرتك هنا wondered عشان المفعول ده ما تنفعش لان ده بكل بساطه اهو مفعول بهذا الشكل. طيب عندك asked وعندك asked وasked. سمي الله، صلي على رسول الله، وحد الله. بمنتهى البساطه يا حبي، بكل بساطه يا عم الناس، ايه الفرق ما بين asked وasked؟ ده زمنه مضارع وده زمنه ماضي. طب اطلع فوق شوف الكلام فين. والله يا استاذ محمد انا لقيت was. طب خلاص was دي ماضي، يبقى اربط ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي. المضارع ده بيجي مع مضارع هنا او مستقبل، فحضرتك دي خطا ودي بكل بساطه الاجابه الصحيحه. يبقى علي asked احمد if he was at a club or not. علي سأل احمد لو هو في النادي ولا لا. طيب ده بكل بساطه فعل القول. حبيب قلبي بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم، الخطوه الثانيه قال لي نربط بنفس اداه الاستفهام، واذا كان السؤال بهل نربط بحاجه اسمها if او whether. تعال افهمها لك. دي يا حبيب قلبي سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم نقطه مهمه جدا ولازم حضرتك تكون عارفها. سكه ودغري انا لقيت الجمله استفهاميه واستفهام باداه استفهام، يعني مثلا لقيت وات، لقيت وير، لقيت هو، لقيت هوز، هاو ماني، هاو ماتش، ويتش، واي. بكل بساطه اي اداه استفهام بتربط بيها. طب يا مستر لو كان بكل بساطه السؤال بهل يا مستر هنعمل ايه؟ لا، لو السؤال بهل هتربط باف او وذر. تعال افهم حضرتك بالراحه. دخلت الامتحان لقيت جمله ريرايت بتقول لي ايه؟ علي said to احمد، علي قال لاحمد what are you doing now؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ وسكه ودور عاوزين نحولها. امشي معاه خطوه خطوه الله يكرمك يا رب. هنا طالب منك تستخدم asked. طيب اول حاجه علي هتنزل زي ما هي علي اهي. طيب said to دي بكل بساطه هتتحول لحاجه اسمها asked. علي سأل عشان هو هنا طالب منك asked. طيب احمد ماشي مفيش مشكله، احنا عارفين ان asked يجي وراها مفعول او ما يجيش، فهنا احمد فلازم استخدم asked. امشي معايا واحده واحده. حذفنا الاقواس. عندك what في السؤال اربط بيها، where في السؤال اربط بيها، how many how much اربط بيها. فحضرتك سكه ودغري ادي what بهذا الشكل، وسكه ودغري are you doing now هتعمل ايه يا قلبي؟ هتتصرف ازاي؟ سمي الله كده، صلي على رسول الله. اول حاجه بكل بساطه بعد اداه الربط دي هناخدها بعد شويه، لازم تيجي جمله فاعل ثم فاعل. يعني انا عندي وات اهو، فلازم بعدها اجيب فاعل وراه بكل بساطه فاعل. طب وانا هعملها ازاي؟ شوف عندك الفاعل في الجمله ايه؟ يو. طب اليو دي مش كانت بتتحول؟ يا استاذ احنا لسه واخدينها من شويه. ده اليو دي يا استاذ محمد كانت بتتحول كالتالي. لو انا يا استاذ محمد مش عارف هي عايده على مين بتتحول لاي، ولو انا يا استاذ محمد بكل بساطه جريت الجمله ولقيت المخاطب مثلا مذكر تتحول لهي، لقيت المخاطب مؤنث تتحول لشي، لقيته جامع تتحول لذا، يعني حسب السياق. لا بالراحه يا استاذ محمد، واحده واحده، مش فاهم. اليو هنا هتتحول لايه؟ حبيبي هو دلوقتي بيكلم احمد اهو، بيكلم احمد، فاليو دي عايده على احمد، احمد ده مذكر فاليو هنا هتبقى هي بهذا الشكل. طب كان بيكلم سعاد تبقى شي، طب كان بيكلم ستيودنتس تبقى ذاي، طب ما كانش حد خالص حولها لاي. دي قصه اليو دي
دي قصه. اتنين ما لهمش امان، الفرامل واليو. فحضرتك لازم تبقى عارف هي عايده على مين، لان معناها انت وانت وانتم، حاجات من هذا القبيل. طيب امشي معايا خطوه خطوه الله يكرمك يا رب. are doing ده حبيب قلبي مضارع مستمر، هيتحول لماضي مستمر، فهيبقى was doing بهذا الشكل، وناو تتحول الى then. اللهم صل على النبي، احنا كده حولناه. ده صاحبي التحويل من المباشر لغير المباشر في جمله استفهاميه. طب ده يا قلبي لو كان السؤال بكل بساطه بأداة استفهام زي وات، وليكن مثلا السؤال سؤال بهل، هنعمل ايه؟ بص يا صاحبي تعال نحول الجمله دي. هنا بيقول لي علي علي قال did you go to the zoo؟ هل ذهبت الى حديقه الحيوان؟ طب امشي معايا خطوه خطوه. علي ده تنزل زي ما هي، ادي علي اهو. شايف كلمه سد هنا يا قلبي؟ يا مستر شايفها. حضرتك بتتحول بكل بساطه يا عم الناس، وهستخدم مكانها كلمه اسمها wondered. هو عاوز wondered بهذا الشكل. امشي معايا كده واحده واحده الله يكرمك. اولا وندرد ما بتاخدش وراها مفعول، وهنا جملتك ما فيش مفعول. جميل خالص. لو انا عندي السؤال يا حبايب قلبي بهل، انا هربط بحاجه اسمها اف اها، وهربط بحاجه اسمها وذر، هناخدها بعد شويه. فحضرتك اديك عرفتها من دلوقتي. طب اف او وذر معناهم ايه؟ الاثنين معناهم اذا او معناهم سواء بهذا الشكل. طب امشي معايا واحده واحده. بعد شويه هتعرف ان الدد دي بكل بساطه بتتحذف، ولو كانت ضز بتتحذف، ولو كانت ده بتتحذف. وامسك معايا الجمله هنا بكل بساطه اليو. حضرتك احنا عاوزين نحولها. طب انا هنا مش عارف هي عايده على مين، هو بيكلم مين؟ مفيش علي ولا فيش ساره ولا فيش طلاب ولا فيش حد، يبقى اليو تتحول الى اي. لو مش عارفها عايده على مين اليو في الجمله، حولها الى اي. طيب جو دي بكل بساطه مضارع، فحضرتك هتتحول للماضي تبقى went بهذا الشكل، وادي تو وادي ذا زو. الله الله يا استاذ، الله الله يا استاذ. خلي بالك الموضوع شيق، الموضوع جميل جدا. طب من الامثله دي احنا استنتجنا ايه؟ والله يا استاذ محمد احنا بنربط بنفس اداه الاستفهام. لو كانت وات تنزل وات، هو تنزل هو، وير تنزل وير، واي تنزل واي، مفيش مشكله. ويا استاذ محمد لو لقينا السؤال بهل هنربط باف يا مستر او ويزر، اف يا مستر او ويزر. كمان يا مستر بعد اداه الربط احنا بنرتب الجمله فاعل ثم فاعل، فاعل ثم فاعل، وهكذا. كمان يا مستر لو لقينا الدد، لو لقينا دو، لو لقينا داس، احنا بنحذفها. طيب سمي الله كده، صلي على رسول الله. ادي طبعا نحذف الداد والداس والدو لو لقيناهم واحنا فهمناها. نرتب الجمله بعد اداه الاستفهام، لازم تبقى فاعل ثم فاعل، واحنا شفناها في الحل سكه ودغري بكل بساطه. اخر مثالين بقى يا صاحبي عشان تبقى خدت كل الافكار وتبقى لامم كل حاجه. حبيب قلبي لو جات لك الاسئله اختياري سكه ودغري هتتعامل ازاي؟ بص كده. علي asked me، علي سالني if not to the zoo or not. قلب المستر واحده واحده كده بمنتهى البساطه يا قلب المستر. سكه ودغري احنا بعد اداه الربط اف دي في الجمله الاستفهاميه عاوزين ايه؟ عاوزين يا مستر فاعل وراه بكل بساطه فاعل. جميل، تعال نمشي واحده واحده. هنا فاعل ثم فاعل يبقى دي خطا، هنا فاعل ثم فاعل يبقى دي خطا، هنا فاعل ثم فاعل يبقى دي صح، هنا فاعل ثم فاعل دي صح. الفرق ما بين دي والفرق ما بين دي، دي حبيبي اسمها ماضي ودي حبيبي اسمها مضارع. اطلع فوق شوف زمن الجمله. انا عندي asked ماضي، يبقى ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي، ماضي مع ماضي. اجابتك يا صديقي هتبقى بهذا الشكل، والاخيره دي بكل بساطه بره الليله. طيب بكل بساطه المثال اللي تحته علي asked، علي asked، استاذنكم بس بكل بساطه هنا اخرها اي دي اها. علي asked نقط I was doing، I was doing. علي سأل ايه انا افعل. طب هنا بيسأل في اداة الربط، دي تنفع دي تنفع دي تنفع دي تنفع. يبقى الفكره معنى، احفظ معايا اف وذر دول معناهم اذا هما الاثنين او معناهم سواء. وخدها مني تركه، دايما على فكره بنختار اف واذر، اف وذر لو اخر الجمله كلمه اسمها اور نوت، اور نوت اللي هي ولا لا. بص كده ادي بكل بساطه اور نوت اخر الجمله اهي اهي. يبقى سكه ودغري يا صاحبي هنا استخدم اف او ممكن تستخدم وذر عادي. طيب علي اسكت، علي سال نقط اي واز دوينج. حلو قوي. طيب تعالى ركب اف كده. علي سال اذا انا افعل لا، سواء انا افعل لا، يبقى اف دي غلط ووزر دي غلط. طب جرب الهو، هو دي معناها من، وجرب الوات، وات دي معناها ماذا او ما. بالراحه. علي سأل من انا افعل لا، علي سأل ماذا انا افعل ايمن بهذا الشكل. يبقى لو جاب لك اكتر من اداه ربط واكتر من اداه استفهام الفكره معنى، وهو المعاني اللي انت حافظها. وات معناها ما او ماذا،
واي معناها لماذا، سكه ودغري هو معناها من، بكل بساطه where معناها اين، سكه ودغري when معناها متى، وهكذا. حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، ده ابسط شرح تاخده في المباشر وغير المباشر، وحده تقيله انا معاك ومليانه مفيش مشكله، بس كل فكره ممكن تجي لك احنا قلناها وسكه ودغري خدنا عليها مثال. حبيبي ذاكر واتعب عشان حلمك وهدفك، وان شاء الله ربنا هيكرمك. والفيديو ده كنز يا جميل، وما تنساش بكل بساطه تدعي لنا في الكومنتات وتشترك في قناتنا، وروح ربنا يرضيك وراضيك وتحقق كل احلامك. ذاكر وعافر وجاهد، ومفيش حاجه اسمها مستحيل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلابنا طلاب بكل بساطة الثانوية العامة أولى وثانية وثالثة ثانوي، ولكن يا حبايب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طالعين دلوقتي بكل بساطة مع أولى ثانوي. الكتاكيت الصغيرين عندهم قاعدة زي العسل، قاعدة بكل بساطة يا عم الناس بسم الله ما شاء الله، حاجة كده عملناها بونبوناية انجليزي، حاجة كده بكل بساطة سنيكس، حاجة تمر بكل بساطة على القلب بدون استئذان. يا رشدك انت شوقتني للقاعدة دي، هي قاعدة ازاي؟ قاعدة كده. أنا آسف عزيزي أنا آسف. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طالع معاك النهاردة عشان أتكلم على حاجة اسمها deduction. يعني إيه deduction يا عم الناس؟ وسكة ودغري هنعمل فيها إيه؟ وسكة ودغري هنتصرف فيها إزاي؟ حبيب قلبي deduction معناها الاستنتاج، والاستنتاج في الإنجليزي يا عم الناس قائم على 3 كلمات. إزاي تقول باللغة الإنجليزية أكيد الحاجة حصلت، أو الحاجة بتحصل، أو الحاجة هتحصل، وإزاي تقول ربما الحاجة حصلت، وإزاي تقول لا يمكن أو مستحيل الحاجة تحصل. يعني هم 3 كلمات، أكيد، ربما، لا يمكن أو مستحيل. يعني الأخيرة دي ممكن تقول لا يمكن أوكي، ممكن تقول مستحيل أوكي، اللي يريحك يا عم الناس. بس سكة ودغري تعالى فاهم حضرتك حاجة قبل ما نخش على الجرامر. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا صديقي لازم تعرف ان بكل بساطه الاستنتاج ده حاجه مبنيه على معلومه، والمعلومه دي بكل بساطه يا عم الناس سكه ودغري هي اللي بتخليني بكل بساطه اخد الاستنتاج بتاعي. يعني الموضوع مش يقيني، يعني انا مش متاكد 100%، ده اقوى استنتاج 98% 97%. مستر انا مش فاهم الحته دي، واحده واحده عشان بكل بساطه حضرتك تفهمني. اقول لحضرتك تعالى معايا على البورد وانا هفهم حضرتك بالراحه. طيب يعني ايه الاستنتاج؟ هو معلومه قائمه على دليل، انا عندي دليل باخد بناء عليه الاستنتاج، سواء كنت هقول اكيد، سواء كنت هقول لا يمكن، سواء كنت هقول ربما، وليست معلومه يقينيه. يعني بكل بساطه يا عم الناس الاستنتاج ده مش متاكد 100%. افهم حضرتك بالامثله. بص يا قلبي لاحظ معايا الفرق كده ما بين ال3 جمل دول. علي is an officer. طيب سمي الله كده صلي على رسول الله. بص الجمله دي، علي يكون officer هنا بكل بساطه يا عم الناس سكه ودغري ضابط. الجمله دي 100% انا متاكد ان علي ده ضابط. يعني ايه؟ بكل بساطه انا شفت علي يا عم الناس وهو في جسم الشرطه، انا هنا متاكد. لكون يا حبيب قلبي استخدمت verb to be. علي is an officer يعني سكه ودغري علي ضابط. اهلا علي بيه، مرحبا علي بيه، بس خلاص ده ضابط يا معلم. طب بص الجمله الثانيه، علي must be an officer. He wears a uniform and has a gun. تعالى ترجم لحضرتك. علي بص كده must be بعد شويه هتعرف ان معناها اكيد. علي اكيد ظابط. طب ايه يا عم الناس حجتك؟ سكه ودغري هو لابس يونيفورم ومعاه بكل بساطه بندقيه. طب الجمله دي يا عم الناس بنسبه كام في الميه؟ لا صاحبي ده استنتاج قوي، ممكن 98% وممكن 97 بكل بساطه في الميه. بس يا عمنا سكه ودغري انا مش متاكد من 100%. يعني حضرتك ده استنتاج قوي، هو ده الاستنتاج، لكن دي معلومه يقينيه. علي ده ظابط عشان نستخدم از، لكن هنا ده استنتاج قوي بنسبه 97% 98%. سكه ودغري علي اكيد ظابط، ده هو لابس يونيفورم الظابط وسكه ودغري معاه بكل بساطه بندقيه. طب بص بقى الجمله الاخيره هتوضح لك الامور دي كلها. علي might be معناها ربما، سكه ودغري an officer يعني ربما يكون ضابط. he has gun هو معاه بندقيه. طب ما هنا بكل بساطه ده اسمه الاستنتاج، بس خلي بالك ده استنتاج ضعيف، اللي تحت ده اضعف حاجه، لان سكه ودغري مش اي حد معاه بندقيه يبقى ظابط يا قلبي. فيبقى تاخد بالك يا عم الناس بكل بساطه من must be، وتاخد بالك من might be، وتاخد بالك من is دي انا متاكد. must be استنتاج قوي، سكه ودغري might be ربما استنتاج ضعيف.
ده قاعدة النهاردة، سكة ودغري الاستنتاج، والفرق ما بينها عم الناس وما بين الجمل العادية. استخدمت verb to be انت متأكد 100%. طب يا حبيبي must، لا انت استنتاجك قوي، يعني بكل بساطة 98 97. طب might، لا استنتاجك ضعيف. تعالى يا صاحبي نخش على الجرامر. جاهز؟ let's get started، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة النهاردة هنتكلم على الاستنتاج القوي. ازاي في اللغة الانجليزية اقول اكيد. اكيد الحاجة بتحصل، اكيد الحاجة هتحصل، اكيد الحاجة حصلت. ازاي اقول بكل بساطة اكيد؟ فقال لي يا قلبي عشان تقول اكيد انت بتتعامل مع المعلمة ماست. ايوه بقى، بس يا ارشدوك مش ماست دي كان معناها يجب ان. حبيبي ده في الالزام والضرورة، لكن هنا ماست في ثوبها الجديد، هنا ماست بشكلها الجديد اسمها اكيد. اكيد يا زوز، اكيد اكيد اكيد. طيب سمي الله، صلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارشدوك انا هذاكر ايه؟ انت يا حبيب قلبي هتذاكر اللي انا عاملهم لك في المربعات دول. بص، لو انت عاوز تقول اكيد في المضارع اهو، ده بكل بساطه اول جدول بكل بساطه في المضارع. هنعمل ايه بقى يا ارشدوك؟ بص يا صاحبي، فاعل ماست مصدر، فاعل ماست مصدر، فاعل ماست مصدر، وجملتك هتبقى معلوم. طب لو كانت جملتك مجهول، مفعول must به والتالت، مفعول must به والتالت، مفعول must به والتالت، مفعول must وبي والتالت. وعاوز حضرتك ما تحفظش كتير، بالراحه. المجهول بتاع اي مصدر به والتالت. يعني حبيب قلبي هنا كان في مصدر اهو، طب عاوز اخليها في المجهول، شيل الانفينيتيف خليه به والتالت، حته كده تاخدها على جنب بقى. يعني ايه؟ يعني كان بيجي وراها بكل بساطه عم الناس مصدر، يبقى مجهول كان بكل بساطه به والتالت. شد بيجي وراها مصدر، يبقى مجهول شد به والتالت، وهكذا اي فعل ناقص يا عم الناس. طب يا مستر، يا مستر الجدول الاولاني فين؟ في المضارع. طب يا مستر الجدول الثاني قال لي سكه ودغري في الماضي، يعني اقول اكيد الحاجه حصلت في الماضي، ولازم تبقى في اشارات في الماضي من الناس، خلي بالك في الجمله. طب يا مستر بيتكون ازاي؟ فاعل ماست هاف والثالث، فاعل ماست هاف والثالث، فاعل ماست هاف والثالث. طب لو كان مجهول، مفعول ماست هاف بين والثالث، مفعول ماست هاف بين والثالث. ممكن خلي بالك الناس تقول عليها بان امريكان، عادي خالص، سكه ودغري بين او بان. المهم ان انت اول ما تشوفها قبل الثالث الجمله مجهول، الجمله مجهول. واصلا يا صاحبي جمله المجهول لازم تعرفها ان لازم تتكون من 3 عناصر. مفعول اول الجمله، سكه ودغري يا عم الناس فيرب تو بي اللي هو هنا اسمه بين، وكذلك التصريف الثالث. طب لو الحاجه مستمره صيغه استمرار، فاعل must be والفيرب مضاف له اي ان جي، فاعل must be والفيرب مضاف له اي ان جي. خلي بالك يعني سكه ودغري برضو must be ينفع يجي وراها صفه، معلش اهو. يعني هنا سكه ودغري بكل بساطه must be مش دايما وراها اي ان جي، لا ممكن تلاقي في الاختيارات صفه، فسكه ودغري تعرف must be برضو وراها صفه. وسكه ودغري دي صيغه الاستمرار. يا مستر انا مش فاهم، انا مش فاهم يا مستر. اقول لك ليه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ تعالى يا قلبي ناخد مثال وهتفهم من الامثله. بص يا قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. علي studies hard، علي بكل بساطه بيذاكر بجد. الواد علي بسم الله الرحمن الرحيم دحيح ما شاء الله تبارك الرحمن، ولدنا بكل بساطه كبر وبيذاكر بكل بساطه بجد. انا عاوز اغير الالوان دي، ما نجرب كده يا عم الناس الفستقي ولا بكل بساطه البقبقي، هو احمر، ايه هو ده؟ طيب ماشي خليك معايا يا زوز. بسم الله الرحمن الرحيم. علي studies hard، علي يذاكر بجد. هو ايه؟ الامتحان، هو هينجح في الامتحان انا متاكد. علي بيذاكر بجد، هو اكيد هينجح في الامتحان، هو اكيد هيعدي الامتحان، هو اكيد هيجتاز الامتحان. شايف كلمه اكيد؟ اسمها ماست. طب يا قلبي تعال نخش على الاختيارات. بص يا حبيبي، كانت دي بعد شويه هتعرف ان هي لا يمكن او مستحيل، احفظها مع اخوك. دي بكل بساطه ممكن نقول عليها لا يمكن، عاوز تترجمها مستحيل مفيش مشكله. طب ماست هاف دي معناها اكيد والمستر اداها لي. طب ماي هنعرفها بعد شويه معناها ربما. طب ماست معناها بكل بساطه اكيد. على هذا يا زبادي ان بعد ما ترجمت الجمله علي ستاديز هارد، علي يذاكر بجد، هو اكيد هينجح في الامتحان. طيب سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم، انا عاوز اكيد. يبقى يا صاحبي دي بره الليله اها، ويبقى يا صاحبي دي بره الليله اها. عندي 2 اكيد. اسال نفسك ايه الفرق؟ must have
وماست. تقول لي ماست هاف دي عاوزه ماضي بتعبر عن بكل بساطه الاستنتاج في الماضي، وماست بس دي مضارع. ويا مستر محمد انا ملامح بكل بساطه ستادز مضارع بسيط، اربط المضارع بالمضارع، والماضي بيجي مع الماضي. وكمان في دليل تاني، لو انت اتلخبطت في الامتحان وقلت هختار ماست هاف، طب امال الباس دي ايه؟ ما دي لازم تبقى الثالث، مع ماست هاف والثالث، ماست هاف بيجي وراها ثالث، لكن ده الاول، فيا صاحبي مش هنختار اكيد دي، هنختار ماست بهذا الشكل. علي يذاكر بجد، هو اكيد هينجح في الامتحان. علي يذاكر بجد، هو اكيد هيعدي الامتحان. وسكه ودغري الجمله بعد كده بيقول لك اي ام شور، اي ام شور يعني انا متاكد من الموضوع ده، فبرضه دي اول ما تشوف اي ام شور يبقى ده استنتاج قوي، استنتاج قوي. طيب تعالى يا صاحبي بسم الله الرحمن الرحيم نكمل مع بعضينا، بس نحل كم مثال كده على مصر عشان اثبتها لك. سم الله، صلي على رسول الله، وحد الله. علي هاز ان اكزام، الواد علي عنده امتحان. هي نوت ستادينج ناو، هو ايه؟ بيذاكر الان. علي عنده امتحان، هو اكيد بيذاكر دلوقتي، هو اكيد بيذاكر، اكيد اكيد قلنا اسمها ايه؟ ماست 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 ماست. فتعالى بالراحه، دي معناها ربما، يا رب تكون حفظت. انا عاوز اغير اللون ده يا عم، خلينا في ده اهو. دي بكل بساطه معناها ربما، حلو قوي. طب كانت قلنا لا يمكن، او ممكن تقول عليها مستحيل، اللي يريحك. طيب ماست اكيد يا استاذ. طب ماست بي اكيد يا استاذ. على هادي يا زبادي. علي عنده امتحان، هو اكيد بيذاكر دلوقتي، اكيد بيذاكر دلوقتي. فسكه ودغري يبقى ربما ما تنفعنيش، ومستحيل ما تنفعنيش. طب اكيد دي ولا اكيد دي؟ اطلع فوق للجمله، ما هو جايب لي اي ان جي يعني صيغه الاستمرار. طب صيغه الاستمرار ماست به والفيرب مضاف له اي ان جي، ماست به والفيرب مضاف له اي ان جي. ايه اللي بعمله ده؟ ايه ده؟ فسكه ودغري بكل بساطه ماست دي ما تنفعش، ماست دي عاوزه المصدر وراها، فحضرتك دي بره الليله، ودي ارتاحت وريحتها فاحت. يا سلام يا استاذ، يا سلام، ناعمه وطريه وكلها حنيه. ايه هو ده؟ خش على السؤال اللي بعده. ذا كار نو لونجر، العربيه ما بقتش بريكس داون، ما بقتش تتعطل. العربيه لم تعد تتعطل. ات نوت تو ذا ميكانيك، هي ايه؟ بكل بساطه للميكانيكي. هي اكيد اخذوها للميكانيكي، ما هي ما بداتش بكل بساطه تتعطل، العربيه ما عادتش تتعطل، هي اكيد اخذوها للميكانيكي، اكيد اخذوها للميكانيكي، اكيد. طب تعال نشوفوا اكيد، ادي اكيد، وادي ربما، وادي اكيد. طب تعالى على الهادي يا زبادي يا قلبي، على الهادي يا زبادي. العربيه ما عادتش تتعطل، هي اكيد اخذوها. طيب يبقى انا دي بكل بساطه مش هستخدمها خالص. تعالى ادي اكيد وادي اكيد، اسال نفسك شو الفرق ما بينهم. ولا اسم محمد دي اكيد وفي الماضي، واعتقد اسم محمد اعتقد خير اللهم اجعله خير، معلوم. هقول لك يا قلبي عشان ما فيهاش فيرب تو بي. طب تعالى هنا بكل بساطه اكيد يا اسم محمد بس فيها بين، دي يا اسم محمد مجهول، مرتاحه. طب بالراحه ما تشوف لي الات دي ايه نظامها. الات دي عايده على السياره، والسياره مش بتاخد نفسها للميكانيكي، السياره تم اخذها، السياره اخذت، يعني مجهول. باسف يا ليفا، مجهول يا صبحي. فسكه ودغري بكل بساطه حبيب قلبي تبقى must have been taken. ايوه بقى ايوه ماشي، ما علينا، ودي بره الليله. طب ماشي يا استاذ، يلا بينا يا مستر، يلا بينا. طيب تعالى بقى الاستنتاج القوي الثاني اللي هو بكل بساطه ثانيا، احنا خلاص خدنا اولا اهي، ثانيا ايش هي يا استاذ؟ ايش تقصد؟ ايش تسوي؟ ايش بلدي؟ في زي الزفت. طيب الاستنتاج القوي اللي هو لا يمكن او مستحيل، ايه قصته ده يا استاذ محمد؟ بص يا قلبي، ازاي اقول في الانجليزي مستحيل الحاجه حصلت؟ ازاي؟ علي اهو في المكتب، اهو في المكتب، هو مستحيل يكون في النادي، هو مستحيل يكون في النادي. كلمه مستحيل دي نقولها ازاي؟ كلمه لا يمكن دي نقولها ازاي؟ فقال لي حبيب قلبي اسمها كانت. ايه يا استاذ؟ كانت. اوعى يا واد تقول لي كانت دي معناها لا يستطيع، ما عندناش المعنى ده دلوقتي حبيب قلبي. هنا كانت معناها مستحيل الحاجه حصلت. وعلى فكره هو انا مش قلت لك مصر دي معناها اكيد؟ يا استاذ. طب النفي بتاعها، عارف انت لو قلت لي بكل بساطه ماسنت، لا ماسنت دي معناها ما ينفعش، دي بتاعت الزام وضروره. لا يا قلبي، نفي ماست يكانت. يا نهار ابيض، وهلا يخرب عقلك يا راجل. سكه ودغري ماست هنا في الاستنتاج النفي بتاعها كانت،
مش mustn't. mustn't دي معناها ما ينفعش يا استاذ، ما ينفعش تدخن في المستشفى، ده ممنوع، هتبقى هنا mustn't. فدي ما عندناش نفي must can't must can't. فين يا استاذ؟ في الديدكشن، في الاستنتاج. طيب تعالى كده يا زوز بكل بساطه بسم الله الرحمن الرحيم، لو انا هعمل استنتاج قوي بمعنى لا يمكن او مستحيل في المضارع، فقال لي سكه ودغري بكل بساطه ده المضارع اللي هو ايه يا استاذ؟ فاعل كانت مصدر، فاعل كانت مصدر، فاعل كانت مصدر، او مفعول كان به والثالث. هي بتاعت مصر، بس مصر كانت اكيد، لكن دي لا يمكن او مستحيل. فسكه ودغري لو بذلت مجهود في مصر هتحفظ كانت بمنتهى السهوله. طب حبيب قلبي لو احنا بقى في الماضي، ماضي سكه ودغري فاعل كانت او couldn't، الاثنين صح، كانت او couldn't، have والثالث. خلي بالك دايما الماضي have والثالث، ودايما المضارع بيبقى مصدر. طب المجهول مفعول كانت او couldn't have been والثالث، يبقى been والثالث مجهول في الماضي، be والثالث مجهول في المضارع. يبقى سكه ودغري ده ايه يا استاذ محمد؟ حضرتك فضلة خيرك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ده ماضي. طيب فاعل can't او couldn't be والفيرب مضاف له ing، فاعل can't او couldn't be والفيرب مضاف له ing، دي اسمها صيغه الاستمرار، يعني لا يمكن تكون الحاجه مستمره دلوقتي. طيب تعالى يا صاحبي كده بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الاسئله تيجي ازاي. his father ابوه واللي خلفوها left a lot of money، ابوه ترك فلوس كتير، يا بخته سكه ودغري. he not being poor، هو ايه يكون فقير؟ ابوه ترك فلوس كتير، هو اكيد فقير؟ مستحيل. ابوه، شوف انا قلت والله مستحيل، شايف كلمه مستحيل طلعت تلقائي. ابوه ترك فلوس كتير، هو مستحيل يكون فقير، هو لا يمكن يكون فقير. كانت تعالى سكه ودغري must have دي معناها اكيد، ماشي. طب might معناها ربما، ماشي. could معناها ربما، ماشي. و can't have سكه ودغري بكل بساطه مستحيل. طب خلاص هي اتحلت، ابوه ترك فلوس كتير، هو مستحيل يكون فقير، can't have، لكن دي بره ودي بره ودي بره. يبقى عارف الفكره فين؟ احفظ must اكيد، can't لا يمكن او مستحيل، سكه ودغري might may could بعد شويه هناخدهم معناهم ربما، وترجم الجمله وشوف الجمله عاوزه منك اكيد ولا لا يمكن او مستحيل ولا ربما. هيدا هو، دي فكره الجرامر. طب تعالى شوف المثال الجاي. he died yesterday، هو مات امبارح، اقرا له الفاتحه. الفاتحه سكه ودغري ربنا يرحمه. he not attended the party، هو مات امبارح، هو ايه يحضر الحفله؟ هو مستحيل يحضر الحفله. ليه؟ هيطلع بالكفان. اتق الله يا الصبحي، الهبد له اصول يا الصبحي. فسكه ودغري مستحيل يحضر الحفله، الراجل ميت امبارح. طب يا صاحبي عاوزين كلمة مستحيل، دي معناها أكيد ما تنفعش، دي معناها ربما ما تنفعش، دي معناها مستحيل أو لا يمكن. بص، أو لا يمكن، ودي برضو معناها مستحيل أو لا يمكن. طب بالراحة يا صبحي بسم الله الرحمن الرحيم، هو مستحيل يحضر الحفلة، أنه مستحيل فيهم؟ صاحبي سكة ودغري دي بتيجي مع المضارع، وهنا زمنك بكل بساطة ماضي، وكمان في إشارة تاني، دي عاوزة ماستر، لكن أنت عندك هنا الثالث، فتبقى بكل بساطة couldn't have. ارتاحت وريحتها فاحت. ده بكل بساطة يا عم الناس لا يمكن أو مستحيل. طب تعالى يا صبحي، تعالى مغاورة حبيبي، تعالى بقى تعبيرات تدل على الاستنتاج القوي. إشارات كده لو أنا لقيتها خلاص هفكر في must أو can't. زي إيه؟ أول ما تلاقي I feel sure أنا متأكد، I feel certain أنا برضو متأكد، certainly بالتأكيد، surely بالتأكيد، definitely بالتأكيد، وسكة ودغري بكل بساطة impossible يعني مستحيل. لو لقيت حاجة من دول فكر يا إما في must وفكر يا إما في can't على حسب سياق الجملة. وبص يا صاحبي مش لازم تلاقيهم، يعني في أسئلة كتير مش بيبقوا موجودين، فحضرتك هتحل زي ما أنا علمتك كده، هتشوف السياق وتبقى عارف بكل بساطة يا عم الناس معنى must أكيد، كانت لا يمكن، وسكة ودغري بكل بساطة ربما أو الاحتمالية. تعال ناخدها دلوقتي. ثالثا آخر حاجة عمنا سكة ودغري الاحتمالية. إنك تقول بكل بساطة يا عم الناس ربما،
ازاي تقول ربما في اللغه الانجليزيه. قلب المستر لو كان الكلام بكل بساطه في المضارع فاعل may might could والمصدر 3 خلي بالك. ولو كانت الجمله بكل بساطه مجهول may might could be with talent والكلام ده فين يا مستر؟ في المضارع اهو بالشكل ده. طيب حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، لو احنا بنحكي في الماضي فاعل may might could have with talent. طب مفعول may might could have been with talent وسكه ودغري يا قلبي بسم الله الرحمن الرحيم ده في الماضي في الماضي. طب سم الله كده صلي على رسول الله. ارشدوك يا ارشدوك يا ارشدوك في حاجه تاني؟ بص كده سكه ودغري فاعل may او might او could be والفيرب مضاف له اي ان جي دي صيغه الاستمرار. والله العظيم يا قلبي بص الدرس رايق. الدرس رايق ازاي؟ هو الدرس بيحكي ربما في صيغه الماضي صيغه المضارع صيغه الاستمرار، لا يمكن او مستحيل في صيغه الماضي صيغه المضارع صيغه الاستمرار، اكيد في صيغه الماضي في صيغه المضارع في صيغه الاستمرار. صيغه المضارع وراها مصدر، صيغه الماضي have والثالث، صيغه الاستمرار به والفيرب مضاف له اي ان جي. طيب تعالى حبيب قلبي كده بكل بساطه ناخد سؤال. we not go to the zoo احنا نذهب لحديقه الحيوان. I am not sure. على فكره اول ما تلاقي كلمه I am not sure يبقى ربما، انا مش متاكد يبقى ربما. تعال نشوف ربما. couldn't معناها مستحيل، must معناها بكل بساطه اكيد، may ربما، may have ربما. طب اطلع فوق شوف انا عندي مصدر يا صاحبي دي بيجي وراها التصريف الثالث فما تنفعش تبقى may بهذا الشكل. طيب شويه اشارات كده لو اديتهم في الجمله هتفكر على طول يا عم الناس بكل بساطه في الاحتماليه اللي هي كلمه ربما. ايش هم؟ لو جيت لي بكل بساطه I am not sure انا مش متاكد، I am not certain انا برضو مش متاكد. It is probable من المحتمل، likely من المحتمل، possible من الممكن، I don't know انا ما اعرفش يا صبحي، I don't think انا ما اعتقدش ذلك، I don't believe ما اعتقدش برضو ذلك، likely قلناها مرتين. لو انت لقيت اشاره من دول ما تفكرش غير في كلمه ربما. اخر حاجه يا صاحبي بكل بساطه في اليونت الجميله دي قال لي حاجه اسمها could have والثالث. ايه could have والثالث؟ ايه could have والثالث؟ بص يا صاحبي دي ليها معنيين. اول معنى انا شرحته لك اللي هو ربما الحاجه حصلت في الماضي. المعنى الجديد بقى اللي هو سكه ودغري بسم الله الرحمن الرحيم انا كنت اقدر اعمل كذا ولكني عملت كذا. ازاي؟ أنا كنت أقدر أذاكر فيزياء ولكني ذاكرت كيمياء. أنا كنت أقدر أسافر بالقطار ولكني سافرت بالعربية. أنا كنت أقدر أقتل محمود ولكني قتلت أخوه. أنا كنت أقدر ثواني معلش. أنا كنت أقدر أحضر الحصة ولكني بكل بساطة فضلت إني أنام. حضرتك سكة ودغري دي اسمها could have والثالث. could have والثالث. وطبعا يا صاحبي على حسب سياق الجمله انت هتعرف معناها ربما ولا بكل بساطه كنت تقدر تعمل حاجه ولكنك غفلتنا وعملت حاجه تاني. وانا هديك اشاره هو بيبقى معناها كنت اقدر افعل شيء ولكني فعلت شيء اخر لو لقيت الفاعل واحد في الجملتين ولازم تلاقي حدثين. طب تعالى بالراحه وانا افهمك. انا gone to the zoo اذهب لحديقه الحيوان but ولكن I went to the cinema. طب بص يا قلبي بص ادي ها تمام وفي الجمله الاولانيه وادي ها في الجمله الثانيه يبقى الفاعل واحد في الجملتين. طب الجمله دي فيها حدث حديقه الحيوان والجمله دي فيها حدث السينما ادي حدثين والفاعل واحد. يبقى انا كنت اقدر اروح حديقه الحيوان ولكني رحت السينما. طب ايه المعنى اللي يديني كده؟ could have والثالث ودي could have والثالث ادي كنت have والثالث could have والثالث. طيب must اكيد ما ينفعش، كانت مستحيل ما ينفعش، couldn't have دي معناها مستحيل النفي بتاعها يديك مستحيل يبقى could have وادي يا صاحبي الثالث وهكذا يا مغوري. دي بكل بساطه تحسها ينطبق عليها قول الشاعر انا ما حدش يتوقعني اغيب ترجع تسمعني لاني كنت اقدر اعمل حاجه ولكن غفلتك وعملت حاجه تاني. ده يا صديقي اللي الجرامر اللي عندنا وربنا ينفعك بما فيه. حبيبي ذاكر وعافر ولو حاسس ان احنا ضفنا لك حاجه بكل بساطه يا عم الناس ادعي لنا بقى واشترك في قناتنا وسكه ودغري شير الفيديو بكل بساطه لكل زمايلك يا عم الناس طلاب المنصه الغاليين. قلبي هينزل لك بكل بساطه فيديو حل الواجب كل الاسئله بعد بكل بساطه ما تقرا او بكل بساطه تحضر الفيديو ده بتاع الجرامر وتظبطه هنزل لك كل الاسئله. روح ربنا يرضيك وراضيك يكتب لك اليسر والتيسير. ذاكر وعافر وجاهد اتعب عشان حلمك واتعب عشان هدفك والارشدوك معاكم مهما كان مستواكم.
السلام عليكم.